بص يا صديقي، تخيل كده تكون بتحلم في طفولتك انك تبقى بطل وتتعلم كل فنون القتال، بس برضه هتفضل انسان عادي، اي طلقة هتخلص عليه. بس في يوم وليلة يتشقلب حالك وتبقى الأقوى في العالم وصاحب أقوى منظمة تعمل في السر. دي هي حكاية بطلنا شادو. قبل ما نبدأ أضمن لك يا صديقي إنك هتشوف أعظم حكاية هتشوفها في حياتك، وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي. ويلا بينا نبدأ الحكاية. دي هي نيشينو، بنت عمدة البلد وعندها شهرة كبيرة جدا في المدينة، وبتروح المدرسة وكل الطلاب بيرحبوا بيها ما عدا واحد، وبيكون ده كاجينو بطل حكايتنا. ونيشينو بتقول لنفسها الولد ده أنا ما بحبوش، وبتسلم عليه وبيقول لها صباح الخير يا نيشيمورا، وبيغلط في اسمها فبتقول له أنا مش اسمي نيشيمورا. والبت بتقول لنفسها قاعد جنبي في الفصل بقاله 3 شهور ومش فاكر اسمي حتى، وبتقول له اسمي نيشينو، يا ريت ما تغلطش فيه تاني. وبعدها بيمشي ونيشينو بتقول لنفسها المشكلة انه ولا مرة كان باصص لي في عيني، حاسة انه بيكون باصص بعيد. وبيمر الوقت وهنا نعرف ان نيشينو اتخطفت وهي صغيرة، ومن يومها وهي بتروح مع السواق بتاعها. والوقت بيعدي وبيجي الليل ونيشينو بترن على السواق بتاعها بس ما بيردش، وبيكون في قطاع طرق ثبتوه في الشارع. فبتقرر نيشينو انها تروح لوحدها، وده كان أسوأ قرار خدته في حياتها. وفي اللحظة دي وهي ماشية بتحس ان في حد وراها، فبتبص وما بتلاقيش حد وبتكمل ماشي تاني، بس بيظهر شخص وبيقول لها انت مين بقى نيشينو؟ البت بتجري منه ومرعوبة جدا، بس بيجي واحد من قدامها وبيمسكها، والبت بتقاوم بس من غير اي فايدة. وفي تلك اللحظة بتشوف كاجوني واقف بعيد وبيتفرج، وبتمر الوقت ونيشينو بتفوق وبتلاقي نفسها في مكان غريب ومتكتفة، وبيكون الحرامية دول خطفوها عشان ياخدوا فدية من ابوها عمدة البلد. وفي الوقت ده بيكون كاجيني واقف وبيراقبهم، وبيفتح شنطته وبيكون فيها قناع واسلحه، وواحد من الحراميه بيروح وبيضايق نيشينو وبتكون مرعوبه جدا. ولكن في تلك اللحظه حضر الرعب الحقيقي. كاجينو بيكون واقف على السطح ولابس قناع، والحرامي بيخاف وبيقول انت مين؟ وفي اللحظه دي بيدخل كاجينو والحرامي بيقول له انت مين؟ فبيقول له انا مجرد قاتل. والحرامي بيخرج سلاح بس كاجينو بيصيبه بسكينه في ايده وبيهجم عليه بسرعه غريبه جدا وبيجيبوا الارض في ثانيه. ومش بس كده بيديله القضيه في وشه. والراجل التاني بيقول شكلك كده عارف انت بتعمل ايه، وبيرمي سلاحه وبيقول له انا بعد ما اتطردت من الجيش حسيت بملل شديد وكنت عاوز اقاتل واحد زيك، ودلوقتي جات لي الفرصه ان اقاتل. وكاجينو بيقول له وانا كمان كنت عاوز اقاتل جندي في الجيش. والجندي بيهجم على كاجينو بسكينه بس كاجينو بيتفاداه وبيصيب كاجينو، وبيهجم على كاجينو بسرعه كبيره جدا بس كاجينو بيتصدى ليه بحديده وبيتبادل ضربات كتيره مع الجندي. والجندي بيبعده وبيقول له هتكون دي نهايتك. معقوله كاجينو مش هيقدر عليه؟ لا يا صديقي مش عاوزك تستعجل كده. كاجينو بيرمي الحديده عليه وبيروح بسرعه يمسكها وبيديله واحده بتكسر له ايده. والجندي بيخاف جدا وبيجري على المسدس بس كاجينو بيلحقه وبيديله واحده في رجله بيعجزه وبيكمل عليه وبيجيب اجله من غير اي رحمه. ونيشينو بتكون خايفه ومرعوبه من قسوه القلب اللي شايفاها. وكاجينو بيقرب عندها وبيفكها وبيختفي وكأن مفيش حاجه حصلت. ونيشينو مش مصدقه وبعدها بتمشي. وكاجينو قاعد وبيقول اذا كان ده مستواي قدام جندي من الجيش يبقى مستحيل ابقى ملك الظلام ابدا. وده هو حلم كاجينو. وبعدها الشرطه جت وكل حاجه عدت عادي، ونيشينو بتروح المدرسه وبتقابل كاجينو. والمره دي بتتفاجئ لان كاجينو ما غلطش في اسمها، وبتقول لنفسها المره دي حسيت انه كان باصص لي وحاسه انه متخفي في الظلام زيي ومخبي سر كبير. وبيمر الوقت وهنا بيجي خبر حادث على التلفزيون وبيقول ان في شاحنه خبطت طالب ومات في الحادث، والطالب ده هو كاجينو. معقوله كده خلصت حكايتنا؟ لا طبعا يا صديقي، ده من هنا هيبدأ العظمة والجمدان كله. بس قبل ما نكمل خلونا نعرف ايه حكاية كاجينو الأول من صغره. وهو كان بيحلم انه يبقى بطل خارق زي اي طفل بيحلم، بس الفرق انه فاضل ماسك في حلمه وتعلم كل اساليب الدفاع عن النفس، بس اخره يقضي على بعض المجرمين. يعني لو كان محاط بمجموعة من الجيش مش هيقدر عليهم، بس لو بقى اقوى مقاتل في العالم احتمال يقدر، بس كل ده في الفاضي قدام اي صاروخ نووي. كل اللي هيقدر يعمله انه يتبخر. بس اخيرا جات لي الفرصه اللي كنت مستنيها. مجرد نووي مش هيقدر يقضي عليا علشان انا اللي هكون النووي. ومن هنا تبدا حكايتنا. بس الاول تعالوا نعرف ايه اللي حصل وكاجينو مات ازاي. في يوم من الايام كاجينو كان بيجري على الطريق وفجاه عربيه ضخمه بتخبطه وحصل اللي حصل. بس بعدها كاجينو بيلاقي نفسه في جسم طفل لسه مولود وحواليه ناس ما يعرفهاش وبيكون انتقل لعالم تاني. ومن هنا بقى يا صديقي هيبدا الجمدان والعظمه كلها. وكاجينو كل ده وهو مش عارف هو ايه اللي حصل.
وازاي انتقل من عالم لاخر. بس كل ده مش مهم، المهم انه لقى اللي كان عاوزه، وهو عالم فيه الطاقه السحريه. وبيكون العيله اللي اتولد فيها كاجينو مشهوره باسلوب قتالهم وتفوقهم في المبارزه، وكل العيله كانوا حاطين املهم على اخته واللي اسمها كلير، ومهاراتها بتكون عاليه جدا. وكاجينو كان عايش معاهم على انه شخص عادي ومختبئ في ظل اخته الموهوبه. بس ورا الظل ده كان كاجينو بيقضي على كل الحراميه وقطاع الطرق بالليل، وبيكون لابس رداء اسمه رداء الظلام. وفي يوم من الايام وهو بيقاتل حراميه بالليل بيهجم عليهم بسحر الصليم بتاعه وبيقضي عليهم واحد ورا التاني، وقوته بتكون مرعبه جدا. وفي اللحظه دي بيظهر شخص وراه وبيهجم عليه، بس على مين يا معلم؟ بيتصدى ليه وبيقول له لو اجتهدت شويه هتقدر تصمد قدامي لدقيقتين. وفجاه بيصيب كاجينو بضربه قويه، بس كاجينو بيقول له بهزر طبعا، وبيقضي عليه في لمح البصر. وبيكون رداء الظلام ده كاجينو هو اللي صنعه بسحره. وكاجينو بيروح وبياخد كل الفلوس اللي الحراميه سرقوها. وفي اللحظه دي بيسمع صوت طالع من صندوق، فبيشوف ايه ده، وبيكون ده كائن ملعون. فكاجينو بياخده معاه وبيعمل عليه تجارب كتيره، وبعد مرور شهر بينجح كاجينو انه يرجع الكائن ده لاصله. وفجاه بتظهر بنت جميله جدا وبيستناها تفوق، وبتكونش فاهمه اي حاجه ولا ايه اللي حصل لها وازاي اتحولت للعنه دي. فكاجينو بيقول لها الشيطان ديابلوس القى لعنه على بعض احفاد الابطال اللي قضوا عليه في الماضي، واللي عمل فيك كده هي منظمه ديابلوس. وبتسال كاجينو انت مين؟ فبيفعل سحره وبيقول لها انا شادو المتالق في الظلال. وبنعرف ان ده اسم كاجينو اللي سماه لنفسه لما يلبس الرداء. وبيقول لها مهمتي هي اني اقضي عليهم واحد واحد وانت هتنضم ليا. وبيمدها بطاقه سحريه قويه جدا. فبتقول له احنا هندور على باقي الاشخاص اللي سابتهم اللعنه وهنعالجهم ونضمهم لينا. وبتقول له طب ومنظمتنا اسمها ايه؟ فبيقول لها حديقه الظل. وبيقول لها اسمك الجديد هو الفا، العضو الاول في حديقه الظل. ومن هنا بقى يا صديقي بدات منظمه حديقه الظل، المنظمه الاقوى في العالم. وبتمر السنين وبيعدي 3 سنين وبيوصل عمر كاجينو 13 سنه. وهنا بيكون بيتدرب مع اخته وبيهجم عليها وبتتصدى ليه، وبيكون باين انها اقوى منه. بس ما يغركش المظاهر يا صاحبي، كاجينو بيتحرك بسرعه جدا وبيختبر سرعته على اخته. وزي ما احنا عارفين ان كاجينو بيمثل انه شخص عادي وبيتخفف هيئه شادو عشان يظهر قوته. وبنعرف ان لما النبلاء يوصل عمرهم 15 بيلتحقوا باكاديميه فرسان الظلام، وبيكون جه اليوم اللي هتلتحق اخت كاجينو للاكاديميه. وهنا كانت الصدمه، اخت كاجينو ما بتكونش موجوده وحد خطفها. وابو كاجينو بيقول ازاي قدروا يخطفوها؟ معنى كده انهم اقوياء جدا. وفي الوقت ده كاجينو بيكون ماشي وفي واحده وراه واسمها بيتا. وهنا نعرف ان كاجينو والفا جابوا 6 من اللي صابتهم اللعنه وضموهم للمنظمه واتدربوا على ايد كاجينو، وبيتا دي واحده منهم. وهنا كاجينو بيسال بيتا الفا فين؟ فبتقول له بتدور على ادله لاختطاف كلير، وعرفنا مين الخاطف وهم طائفه ديابلوس، واختطفوها لانهم اشتبهوا انها تكون من احفاد الابطال. وبيتا بتظهر خريطه وبتقول لي كاجينو احنا حددنا المسار اللي مشيوا فيه بس مش عارفين هم موجودين فين بالظبط. فكاجينو بيعلم لها على المكان وبيقول لها هم موجودين هناك، وبيقول لها اجمعي الظلال ال7 وهنتحرك بالليل. وبكده نعرف ان كاجينو سماهم الظلال ال7، ودول ال7 الاقوى والرئيسيين في المنظمه، وطبعا رئيسهم شادو. وفي الوقت ده بتكون كلير مقيده بالسلاسل، وبيكون في واحد من الطائفه واقف قدامها وبيهجم عليها برجله بس بتتفاداها. وبيقول لها بما انك مقيده بسلاسل ختم السحر الا انك قدرتي تتفادي ضربتي. فبتقول له الحوار ملوش علاقه بكميه السحر بل بكيفيه استخدامه. فبيقول لها اكيد ابوكي قوي علشان يعلمك كل المهارات دي. فبتقول له ابويا مش هو اللي علمني، انا اتعلمت من سيف اخويا مع انه اضعف مني بس دايما بتطور وانا ببرزه. فالراجل بيقول احتياطي برضه هنخطفه هو كمان. وفي اللحظه دي بتتعصب كلير وبتكسر السلاسل وبتهجم عليه بسرعه مرعبه، وبتقول له لو حصل له حاجه مش هرحمكم. بس الراجل بيصيبها بضربه قويه. وفي الوقت ده بيجي واحد وبيقول له في دخلاء اخترقوا المكان وبيكونوا دول حديقه الظل. الجنود بيهجموا عليهم بس على مين يا معلم؟ الظلال ال7 بيفتكوا بيهم في لمح البصر. فالجندي بيقول للقائد بيظهروا من العدم وكانهم ظلال. فبيروح للقائد يشوفهم، جنودنا عندهم الكفاءه انهم يبقوا في الحرس الملكي، فازاي 7 بس قدروا عليهم؟ وفجاه بيظهروا قدامه وبيلاقيهم فاشخين كل الجنود حرفيا. والقائد بيقول لهم انتوا مين؟ فالفا بتقول له حديقه الظل وهدفنا نقضي على طائفه ديابلوس. فبيهجم عليهم وبيتبادل الضربات مع الفا بس بيكون باين فرق القوه اللي بينهم. والفا بتصيبه بضربه قويه وبتقول له انا مش هموتك بس قول كل اللي انت تعرفه. وفجاه بيطلع حبوب وبياخد حبايه وبيزداد قوه بشكل كبير جدا وبيهجم على الفا بس الفا بتتصدى ليه فبيخاف جدا وبوم بيكسر الارض اللي تحته وبيهرب. فبيتا بتقول هروح انا وراه. فالفا بتقول لها لا هو متجه ناحيته بالظبط. يا حظك الاسود رايح للي امر منهم.
والقائد بيقابل شادو وبيقول واحد بس ده انا هقتلك، وبيهجم على شادو بسرعه، بس ده اسوأ قرار خده في حياته وشادو بيتصدى ليه بسهوله. فشادو بيقول له انتوا عندكم قوه سحريه حلوه بس للاسف ما بتقدرش تستخدمها، خليني اعلمك تستخدم السحر ازاي. وفي لمح البصر بيظهر وراه وبيقول له الدرس الاول، والقائد بيهجم على شادو. فشادو بيقول له بمجرد ما تقرب من خصمك ما تعتمدش على القوه السحريه. وشادو بيمسك سيفه وبيقول له الدرس تاني، لو شفتني في مكان اهرب منه. وشادو بيصوب ضربات مرعبه جدا وشادو مش راحم الولا. فالولا بيقول لشادو الظلام اللي في العالم اعمق بكتير ما انت متخيل. فشادو بيقول له اذا هغوص اكتر واكتر. والقائد بيخرق حبوبه وبياخدها كلها وبتنفجر منه قوه سحريه هائله جدا وبيهجم على شادو، بس شادو بيتفاداه وبيهجم اكتر وبيقول لشادو انت خايف ولا ايه؟ فشادو بيتصدى ليه وبيقول له ده اخرك، وبيخرج قوه سحريه جباره جدا وبيدمره حرفيا. وبعدها بيمشي وكأن مفيش حاجه حصلت. يا جمدانك يا جدع. وفي الوقت اللي بعده كلير بتروح البيت وبتعالج جراحها، وبعدها بتروح لاكاديميه فرسان الظلام. وبيجي الليل وهنا كاجينو بيقول لسه لي سنتين والتحق بالاكاديميه، ولحد الوقت ده هنشتغل على تطوير المنظمه ونطورها ونكبرها باقصى قدر ممكن، وعلشان نعمل كده هنفترق وكل واحد من الظلال السبعه هيروح في مكان معين ويوسع له في المنظمه. وبيجري الوقت بسرعه وبتمر السنتين وبيلتحق كاجينو للاكاديميه وبيختار صديقين مش ملفتين وعاديين جدا وهم هيولو وجاجا، وبيركبوا القطر. ونعرف ان كاجينو كان عامل تحدي مع اصحابه انه لو حصل على اقل درجه في الاختبار هيروح ويقول لاجمل بنت في الاكاديميه انه بيحبها، وبتكون البنت دي هي اليكسيا. وبالفعل كاجينو بيعمل كده وبيقول لها انا بحبك، وبيكون مستني انها ترفضه وبيقول لنفسه ده الرد الطبيعي عشان ابعد الانظار عني واكون شخص مش ملفت للانتباه. ولكن حدث الغير متوقع وبتوافق اليكسيا انها تصاحبه وتخرج معاه وبتقول له كنت مستنيه واحد زيك. تدمرت كل مخططات كاجينو وتحول للشخصيه الاساسيه. وفي اليوم اللي بعده الاكاديميه كلها بتبص لكاجينو لانهم طبعا عرفوا باللي حصل امبارح. وكاجينو بيقول ما انا كنت ماشي كويس ليه بس وجع الدماغ ده. وفي الوقت ده بتيجي اليكسيا وبتقعد جنب كاجينو وبينزل لهم اكل فاخر جدا. فكاجينو بياكل بشراهه عشان يبين انه فقير وكحيان، بس باين كده ان اليكسيا قفشاه. وكاجينو بيقول اكيد هي دلوقتي هتقوم من جنبي، وبيبص لها وبيلاقيها بتقول له انت بتتمرن بعد الظهر مش كده؟ انا جهزت ليه قسم معايا وهنتدرب مع بعض. اليكسيا بانها جايه عشان تدمر افكار كاجينو. وكاجينو بيروح معاها القسم وبيقول ده اللي كنت متوقعه من قسم الاثرياء، اللي بيدربهم هو زينون واحد من اقوى الفرسان في المملكه. وبعدها بيبداوا يتدربوا وكاجينو بيتدرب مع اليكسيا وبيلاحظ ان اسلوبها عادي جدا ومعتمده على الاساسيات بس. وكاجينو بيقول لنفسه العالم كله بيبص لاليكسيا انها ضعيفه مقارنه باختها اللي معروفه بانها اقوى فارسه ظلام في العالم. وبعدها بيخلصوا تدريب وهنا نعرف ان اليكسيا مخطوبه للمعلم زينون بس هي مش عاوزاه ومخطوبه ليه اجباري. وبيمر الوقت وهنا كاجينو قاعد مع اليكسيا وبنعرف ان اليكسيا قبلت بكاجينو عشان تتهرب من زينون. فكاجينو بيقول لها وانا مالي ومال مشاكلك دي. فبتقول له ما قدامكش خيار عشان ما اقولش لكل الاكاديميه ان انت واصحابك بتتحدوا بعض انكم تعترفوا للبنات بحبكم، وانتوا كده بتلعبوا ببنات الناس وبيتفقوا انهم يمثلوا قدام الناس على ما تخلص من زينون. وفي المقابل اليكسيا هتدي لكاجينو عملات ذهبيه. جيت على الجرح دي. وكاجينو محتاج الفلوس علشان منظمتهم وبيستمر في التمثيليه بتاعتهم، واليكسا شغاله بتغيظ في زينون. وهنا اليكسيا وكاجينو بيكونوا قاعدين. فكاجينو بيقول لها بس ايه اللي مش عاجبك في زينون؟ كل حاجه هو بيتظاهر بس انه كويس. وبيمروا اسبوعين وهنا مستمرين في التمثيليه بتاعتهم. وفي يوم من الايام بيكونوا مروحين من الاكاديميه. فاليكسيا بتقول لكاجينو انت محيرني معاك، انت اتقنت الاساسيات بس ما عملتش حاجه بعد كده، انت عارف بيسموا اسلوبك ده ايه؟ فبيقول لها الاسلوب العادي مش كده؟ فبتقول له انا اسلوبي زيك كده، انا عشت طول حياتي بكره الاسلوب ده كره العمى. فكاجينو بيقول لها انا بحب اسلوبك. فبتقول له اختي ايريس قالت لي كده لما اتهزمت السنه اللي فاتت في بطوله السيف. وبتقول له الاسلوب ده بشع جدا وضعيف. فبيقول لها بس انت مش عارفه حاجه، الاسلوب العادي احسن اسلوب واقوى. وفجأة بتمسك سيفها وبتقول له انت عاوز ايه يعني؟ فبيقول لها معلش اصلا انا بتضايق لما حد بيكره حاجة انا بحبها. فبتنزل سيفها وبتقول مع السلامة وبعدها بتمشي. وكده انتهت علاقتهم. وبيجي اليوم اللي بعده وبيكون كاجينو رايح للأكاديمية مع اصحابه، واول ما بيوصل الحراس بيحوطوهم. وزينون بيقول لكاجينو ان اليكسيا ما رجعتش البيت امبارح وانت اخر شخص كنت معاها وعشان كده انت متهم بخطفها. وفي اللحظة دي كاجينو عرف انه في ورطة وسلم نفسه
نفسه ايه اللي حصل ده يا جدعان. ومن الناحيه التانيه اليكسيا بتكون مربوطه بسلاسل وبتبص جنبها وبتلاقي كائن ملعون، وفي الوقت ده بيجي شخص وبيكون عاوز دم اليكسيا لانه دم ملكي، وبالفعل بيعمل كده وبياخد من دمها. وفي ذلك الوقت بيكون الحرس الملكي ماسكين في كاجينو وبيعذبوه وبيحققوا معاه، وكاجينو بيمثل انه بيتوجع. نرجع تاني لاليكسيا اللي بتكون فقدت الامل انها تهرب، وهنا في مركز الفرسان زينون بيروح لايريس، وايريس بتشكره على جهوده وبتقول باين كده ان كاجينو ده عنيد لانه ما نطقش بكلمه لحد دلوقتي، وبتقول له انت اللي هعتمد عليك في حفظ الامان في المملكه، وانا هدور على اليكسيا بنفسي. وفي الوقت ده كلير اخت كاجينو عاوزه تخرج من الاكاديميه عشان تنقذ اخوها، بس بتيجي المعلمه وبتوقفها، وبعد شويه الحراس الملكيين بيخرجوا كاجينو، وكاجينو بيركب القطر وبيكون مروح وبياخد باله ان في 2 بيراقبوه، فبينزل من القطر. وفي اللحظه دي الفا بتعدي من جنبه وبتقول له نتكلم بعدين، وبعدها بيروح بيته وبيلاقي الفا مستنياه، وفضلوا يتكلموا مع بعض شويه، وبتقول له انا سمعت ان انت وقعت في مشاكل كتيره عشان كده جيت، وبتقول له احنا لسه بنحقق في موضوع الطائفه وزودنا عدد المنظمه بشكل كبير. وبعدها بتلبس رداء الظلام وبتقول له الاتنين اللي كانوا بيستجوبوه لو عاوزنا نخلص منهم هنعمل معاهم احلى واجب، فبيقول لها لا سيبيهم ما لهمش ذنب في حاجه، وبعدها بتمشي. ومن الناحيه التانيه اليكسيا بتكون اتبهدلت حرفيا، البنت مش قادره تتكلم. ومن الناحيه التانيه كاجينو بيلبس رداء الظلام وبيستنى بيتا واحده من الظلال ال7، وبتيجي فعلا وبتقول له ان كل حاجه جهزت ومجهزين 114 جندي من منظمتنا. فشادو بيتصدم وبيقول ايه كل ده، مش معقوله لحقوا يضموا كل العدد ده. وبعدها بتقول له الخطه اللي هنعملها عشان ندمر مركز الطائفه وينقذوا اليكسيا. فبتقول له احنا هنشن هجمات من كل الاتجاهات على مواقع الطائفه اللي موجوده في المنطقه، وهيتعقبوا سحر اليكسيا، ولما يلاقوها هيأمنوها وينقذوها. وجاما هتكون المسؤوله عن القوات العامه، اما الفا هتكون مسؤوله عن القوات في موقع اختطاف اليكسيا، وإبسلون هتكون مسؤوله عن الدعم الخلفي، اما دلتا هتكون مسؤوله عن الهجوم في الجهه الرئيسيه. فشادو بيقول لها لا انا اللي هتولى المقدمه، لان النهارده العالم كله هيشهد رعب منظمه حديقه الظل، والعالم كله هيعرفنا. الاحداث ولعت يا جدعان، وشكل كده شادو ناوي على خراب. وهنا الاتنين اللي كانوا بيعذبوا كاجينو واقفين وبيقولوا لغايه دلوقتي مفيش اي تاكيد على ان كاجينو هو الخاطف. وفي الوقت ده بيجي كاجينو، فواحد بيرمي عليه جزمه اليكسيا وبيقول له معقوله انت معاك جزمتها؟ يبقى ده دليل انك خطفتها فعلا. انتوا هتلبسوها لي ولا ايه؟ وبيمسكوا سيوفهم وبيروحوا لكاجينو، بس في اللحظه دي كاجينو بيصيب اول واحد وبيهجم على التاني كمان وبوم بيصيبه. والحارس بيقول له انت مفكر انك هتقدر تهرب؟ فكاجينو بيلبس رداء الظلام وبيقول له ما تقلقش العالم كله هيعرف انا مين النهارده، وبيخلص عليهم. وفي الوقت ده حديقه الظل بداوا الهجوم وعاسوا في المملكه الفساد، والمملكه كلها تشتعل فيها النيران، ودلتا داخله دشمله في الجنود ومش رحمه. وهنا ايريس بتقول الجنود يحرسوا المدارس وانا هنضم للصفوف الاماميه. الدنيا ولعت حرفيا يا صديقي. ومن الناحيه التانيه بيجي الدكتور وبيكون خايف وبيقول هم جايين هيقتلوني، لازم اخلص النموذج بتاعي قبل ما يجوا. فاليكسيا بتقول له اطمن حراس المملكه ما بيقتلوش الا للضروره. فبيقول لها لا انا مش خايف من الفرسان، ايوه بيكون خايف من حديقه الظل. واليكسيا ما بتكونش عارفه هو خايف من ايه، وبتروح للكائن الملعون وبيدخل فيه دم اليكسيا، وفجاه بيتحول لوحش عملاق ومرعب جدا وبيقضي على الدكتور وبيكون هيقتل اليكسيا. بس لا ده بيكسر السلاسل واليكسيا بتهرب والمكان كله بيتهد، واليكسيا بتاخد سيف وبتمشي. وفي اللحظه دي بتقابل زينون وبيقول لها مش هينفع اخليكي تهربي من هنا. ده بيكون زينون واحد من طائفه ديابلوس وكمان فرد رئيسي منها. واليكسيا بتقول له ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول لها ده المبنى بتاعي وانا كل اللي كنت عاوزه هو دمك وانا دلوقتي اخدته. وفي اللحظه دي بتهجم عليه بسرعه بس بيتصدى ليها وبيقول لها مهما عملتي مش هتكوني اكتر من سيافه عاديه. فبتقول له انا هوريك دلوقتي هعمل فيك ايه، وبتخرج كل قوتها بس من غير فايده وبتهجم عليه تاني، بس في لمح البصر بيطير سيفها وبيضربها. وفي ذلك الوقت يدخل بطلنا شادو، فزينون بيقول له انت بقى الكلب المقنع اللي راوشنا بقالك فتره، انت مجرد ضعيف بتستهدف الضعاف اللي زيك. فشادو بيقول له مهما كان خصمي ومهما كانت قوته هتكون النتيجه نفسها. فزينون بيقول له للاسف المره دي انت بتقاتل عضو اساسي في الطائفه. وبيهجم بسرعه على شادو بس في لمح البصر بوم بيختفي وبيظهر وراه وبيقول له هو فين ده؟ انا مش شايفه. ومن الناحيه التانيه فرسان الظلام مش قادرين يقتلوا الوحش العملاق، والمملكه بتكون فوضى جدا. وايريس بتتضايق وبتهجم على الوحش وبتصيبه، بس الوحش بيجدد اعضائه في لمح البصر، فبتهجم عليه تاني بقوه كبيره وبتقطع دراعه وبتصيبه مره تانيه. بس مع ذلك الوحش بيقدر يعالج نفسه، فبتغضب
بتغضب اكتر وبتقول هقطعك لحتت ووريني هتعالج نفسك ازاي، وبتهجم عليه بضربات كتيره وخطيره جدا. وفي تلك اللحظه بتظهر الفا وبتوقفها وبتقول لها انت كده بتعذبيه في الفاضي. وفي اللحظه دي الفا بتنط مسافه عاليه جدا وبتظهر قوه مرعبه جدا وبتهجم على الوحش بقوه جباره جدا وبتدمره نهائيا وبتكون ماشيه. بس ايريس بتقول لها استني انت مين؟ فالفا بتقول لها اتفرجي كويس واحسن لك ابعدي عن طريقنا. فبتقول لها انتوا مين؟ فالفا بتقول لها حديقه الظل وبتختفي. ايه كل الجمدان والعظمه دي يا الفا؟ وايريس مصدومه من قوه الفا وتايهه ومش عارفه تعمل ايه في كل الفوضى والخراب ده. وفي الوقت ده شادو بيكون بيلعب مع زينون وبيتبادل معاه الضربات، وزينون بيقول له خليني اوريك القوه الحقيقيه وبيطلق اقصى قوه عنده. واليكسيا مصدومه ايه كل القوه دي وبيهجم على شادو، بس كل ده في الفاضي يا معلم. شادو بيتصدى ليه بكل سهوله وزينون بيزعق بعلو صوته وبيخرج قوه اكبر. وكانت الصدمه شادو لسه واقف وما تهزش من مكانه حتى وبيضرب زينون وبيجيبه الارض، وزينون بيغضب جدا وبيهجم على شادو بكل سرعته، بس شادو بيتصدى ليه كل ضرباته بسهوله جدا والمبنى بيكون هيتهد من قوتهم. والصدمه ان شادو ولا متاثر بكل ده وكانه بيقاتل عيل صغير. واليكسيا مصدومه من قوه شادو وبتقول مع انه اسلوبه عادي زيي بس ليه هو بكل القوه المرعبه دي؟ وشادو بيصيب زينون وزينون بيقول له انت بتخفي هويتك ليه وانت بكل القوه المرعبه دي؟ فبيقول له احنا حديقه الظل بنظهر في الظلام ونصطاد الظلال ومفيش قوه في العالم تقدر تمنعنا. واليكسيا مش فاهمه حاجه، يعني في طائفه وكمان منظمه حديقه الظل، ده احنا على كده مش حاجه قدام قوه المنظمات دي. وفي الوقت ده زينون بياخد كل الحبوب الشيطانيه وفجاه بتنفجر منه قوه سحريه هائله جدا وبيتحول زينون لوحش مرعب جدا وبيهجم على شادو بقوه مرعبه. وكانت خيبه الامل، شادو واقف مكانه وما بيتهزش مع ان قوه زينون السحريه مرعبه، بس للاسف خصمه هو شادو وزينون بيهجم عليه بقوه كبيره بس من غير اي فايده. شادو بيجيبه الارض في لمح البصر وبيفعل قوته وبيقول له اخيرا وقت اللعب انتهى. وزينون مصدوم ومش مصدق ازاي بشري عنده كم القوه الجباره دي. فشادو بيقول من زمان كان في شخص حلمه انه يتصدى لصاروخ نووي ووصل لطريقه واحده بس، وهي اذا ما كنتش قادر اتصدى للنووي فطريقي الوحيد هو ان اكون النووي. وزينون بيهجم بسيفه على شادو وكانت الصدمه سيف زينون هو اللي بيتكسر. خلاص كده يا زينون مفيش اي مفر قدامك، اكبر غلطه عملتها انك تحديت شادو. وزينون بيترعب جدا من القوه اللي شايفها. وفي تلك اللحظه بيفعل شادو هجوم المدمر وبيدمر المكان كله وبتظهر اقوى واخطر قوه في العالم، قوه لم يشهدها العالم من قبل. والظلال السبعه واقفين بعيد بيتفرجوا واليكسيا مرعوبه من القوه اللي شايفاها، حرفيا قوه مرعبه بكل المقاييس. وبكده شهد العالم اقوى منظمه في العالم حديقه الظل. وفي الوقت ده ايريس بتلاقي اختها اليكسيا، واليكسيا واقفه في ذهول من الرعب والجبروت اللي شافته. وبيعدي اليوم ورا التاني وبترجع كل حاجه زي ما كانت. وفي يوم من الايام كاجينو بيقابل اليكسيا واليكسيا بتشكره على اللي عمله معاها وبتقول له لو كنت عاوز يعني نكمل في علاقتنا انا موافقه. ده شكل كده اليكسيا وقعت في حب كاجينو بجد، بس كاجينو بيرفض وبتعدي الايام والدنيا ماشيه زي الفل. بس ده هدوء ما قبل العاصفه، بيحصل حدث غريب وهو بيكون في دم على جدران الاكاديميه بس ما فيش اي اثر للدم ده. بس ده دم ايه؟ وهنا الظلال السبعه مجتمعين وبيتكلموا عن قوه شادو. فبيتا بتقول المملكه كلها اترعبت من قوه الزعيم شادو. والفا بتقول في يوم من الايام كل اعدائنا هيتبخروا بالقوه دي. وبتقول ان في مشكله وهي ظهور منظمه بتدعي انهم حديقه الظل وبيخوفوا الناس وبيهددوهم بالقتل. وهنا ايريس بتقول الاثنين انها شاكه ان في جواسيس في الحراس الملكيين زي زينون واتباعه، وعشان كده هشكل فريق تحقيق جديد وانا اللي هختار اعضائه بنفسي. وبيكون في اداه سحريه لقوها في مكان المعركه ومش عارفين يفكوا شفرتها. وايريس بتاخد الاداه وبتروح لبنت اسمها شيري وبتطلب منها تفك شفره الاداه دي. فبتقول لها انا لسه طالبه مش هقدر افك شفره اداه سحريه بالقوه دي. فبتقول لها انت اذكى واحده في الاكاديميه واشطر واحده في المجال ده، اكيد هتقدري تفكيها. وابوها بيشجعها وبيقول لها ما تقلقيش هتنجحي في ده. وايريس بتعين فارس يحمي شيري. وهنا كاجينو واصحابه بيكونوا رايحين يجربوا اصناف حلويات نازله جديد في السوق، وبتيجي واحده وبتطلب من كاجينو انه يجي معاها عشان يقول لهم رايه في الاكل بتاعهم. وبيروح معاها وبيروحوا مكان ضخم جدا ومبنى كبير وفخم وبيدخلوا قاعه كبيره بيكون في خادمات واقفين وراكعين لكاجينو وجاما واقفه. دي جاما من الظلال السبعه والمكان ده كله بتاعها، وبتكون عملت شركه حلويات واستفادت من كل حكايات كاجينو اللي كان بيحكيها لها من حياته السابقه. يا بنت اللعيبه قدرت تعمل كل ده من حكاوي كاجينو بس، وحققت جاما ثروه كبيره جدا. وكاجينو بيقعد وكلهم بيركعوا له
وكاجينو بيظهر قوته السحريه وبيمد كل الجنود بقوه سحريه قويه جدا، وبيكون دول كلهم اعضاء في منظمه حديقه الظل. وكاجينو بيسال جاما عن ارباحها، فبتقول له دلوقتي بقينا شركه عالميه ومعانا اكتر من مليار عمله ذهبيه. كل دي فلوس. وطبعا كاجينو مصدوم من الرقم اللي سمعه، وجاما بتقول لكاجينو على المنظمه اللي واخده اسم حديقه الظل. فكاجينو بيقول لها انا هتصرف في الموضوع ده بنفسي. وقبل ما يمشي جاما بتقول له دي نيو عضو جديد في المنظمه، والفا قالت انها قويه جدا، لو عوزت اي حاجه اطلبها منها على طول. فبيقول لها لو احتجتها هبقى اكلمك. وبيمر الوقت، وهنا بيكون كاجينو وصحابه بيجروا عشان يلحقوا يروحوا بسرعه، وده لان في حظر تجول في الوقت ده بسبب المشاكل اللي حصلت في المملكه. وفي اللحظه دي كاجينو بيحس ان في عركه قريبه من مكانه، فبيغفل صحابه وبيمشي من غير ما ياخدوا بالهم. وفي الوقت ده بتكون اليكسيا بتقاتل واحد من منظمه، وبيقولوا انه من حديقه الظل. ده بيكون من الجماعه اللي بيدعوا انهم من حديقه الظل. واليكسيا بتمسكه تعدمه العافيه، وبتقول له انا حاسه ان انتوا مش تبع اللي اسمه شادو ده. وفي اللحظه دي بيظهر شادو وبيكون واقف بيتفرج، واليكسيا بتخلص على الولا، بس بيجي 2 كمان وبيهجموا عليها، بس بتتفادى هجومهم وبيهجم عليها تاني، وبوم بيصيبها في جنبها بقوه، بس بتستحمل وبتديله في وشه، وبيتلم 3 عليها وبيكونوا هيخلصوا عليها. واحد بيقول احنا حديقه الظل، وخلاص هيخلص عليها، وبوم بيجي شادو بيفرتك الولا في لمح البصر. واليكسيا مصدومه انت جيت تاني؟ وشادو بيقول يالا انت وهو، حديقه الظل مين اللي بتتكلموا عنها؟ ناس زيكم مستحيل يكونوا من منظمتي. والعيال بيخافوا جدا وبيهربوا، وشادو بيكون رايح وراهم، بس اليكسيا بتقول له استنى قول لي ايه هدفك وهتعمل ايه بكل قوتك دي؟ فبيقول لها ما تتدخلوش في اللي مالكوش فيه. وبعدها بيروح شادو، وهنا الاتنين اللي هربوا بيكونوا واقفين على السطوح. لا يا معلم هربوا من مين بس؟ وفي اللحظه دي بوم شادو بيجي وبيفرتك الولا. وفي اللحظه دي بتظهر نيو وبتقول كالعاده عرفت ان انت الوحيد يا زعيم شادو اللي هتقدر تقبض عليهم بالسرعه دي. وشادو بيسيبه لها عشان تحقق معاهم وبيمشي. فالولا بيقول اخيرا مشي شادو ده، هقضي بقى على البت دي واهرب. نكته بايخه قوي يا صاحبي. وبيهجم عليها وبيكون مصدق نفسه قوي، وبوم البيت بتفرتكه في ثانيه. والولا يا عيني من كتر الخوف هتجيله سكته قلبيه. وفي اللحظه دي بيظهر 2 ومعاهم زعيمهم، وبيقول لهم الاداه السحريه لازم نجيبها من ايد سلطات المملكه. وبيكونوا دول عاوزين الاداه السحريه اللي مع البت شيري. انا شامم ريحه عركه دمار يا صديقي، فعاوزك تركز كده عشان هتولع كمان شويه. وهنا اليكسيا بتكون قاعده مع اختها ايريس، وبتقول لها ان المنظمه اللي بتخرب في المملكه دول مش حديقه الظل، وهي شافت شادو بعينها بيقضي عليهم. فايريس بتقول لها وغير كده حديقه الظل الحقيقيين مختلفين جدا عن دول. وبتقول انا قابلت واحده منهم واسمها الفا، وقوتها كانت في مستوى مختلف تماما عن الرعاع دول. واليكسيا بتقول لها ان حديقه الظل بيقاتلوا طائفه ديابلوس، وبتقول لها قولي لي يا ايريس هو مين عدوك في دول؟ فبتقول لها الاتنين، انا مش هسمح لاي حد يعمل فوضى في مملكتي يا شيخه تنيلي، وانت ولا قادره على دول ولا دول. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا في الاكاديميه هيولو وجاجا بيعترفوا للبنات اللي بيحبوهم ليهم. وهنا بيكونوا في المكتبه، وكاجينو بيكون معاه حلويات ومش عارف يوديها فين، فبيقول هديها الاول بنت اشوفها. وفي الوقت ده بيشوف شيري العبقريه وبتكون بتدور لسه في فك شفره الاداه السحريه، فكاجينو بيديها الحلويات وبيمشي. وبيمر الوقت وشيري بتروح بيتها وبتاكل في حلويات كاجينو، وابوها بيشوفها فبيقول لها جبتيها منين دي؟ فبتقول له واحد ادهاني. فبيقول لها ايوه لعبت معاكي وواحد معجب بيكي بقى. فبتقول له معجب بيا ازاي؟ فبيقول لها عادي يمكن حب من اول نظره. وبتفتكر اول مره شافت فيها كاجينو، وبنعرف ان ده مش ابوها الحقيقي وهو متبنيها، وان امها ميته من زمان وكانت باحثه عبقريه زيها. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وشيري لسه بتفكر في كاجينو، وهنا كاجينو ماشي وبتظهر نيو وراه وبيقعدوا يتكلموا، وبتقول له انها ما عرفتش تستجوب الولد اللي مسكوه بالليل، وده لانه اصاب بسحر غسيل المخ. واحنا عرفنا ان الطائفه بيعملوا كده عشان يجبرونا نتحرك، وعرفنا كمان انهم بيجربوا تجارب على المحاربين وبيمدوهم بقوه الشيطان ديابلوس، وبينتجوا مقاتلين بقوه جباره. وعرفنا واحد منهم واسمه ريكس، وهنا كاجينو ما بيكونش مركز معاها اصلا وماسك ورقه، وبنعرف ان دي مشاركه لبطوله بوشن للسيف، البطوله الاقوى في العالم، وبيشارك فيها اقوى الفرسان والمقاتلين في العالم كله. وهيكون كاجينو بيفكر انه يشارك في البطوله دي هتبقى دمار يا جدعان. وبتمر الايام، وهنا كاجينو بيشارك في بطوله تجريبيه، وبيكون هيقاتل اقوى واحده في البطوله واسمها روز، ودي اميره مملكه اوريانا ارض الفن والثقافه. وبيكون مخطط انه يبين للعالم انه ضعيف، وبيبدا القتال وبيهجموا على بعض بقوه، وكاجينو بيطلع كيس دم وبيحطه في بقه على انه اتصاب كده وكده يعني يا صديقي خليك فهمان كده. وبيقول انا مش هستسلم، وبيكمل النزال. وروز بتقول ازاي انت بكل الاراده دي؟ وكاجينو
بيستمر انه يمثل، والحكم بيوقف النزال عشان كاجينو صعب عليه، وبيكون ده اللي عاوزه كاجينو، وبيكون كاجينو ماشي، فبيتيجي شيري وبيقعدوا مع بعض، وكاجينو ما بيكونش فاكر مين دي اصلا، وشيري بتشكره وبتديله هديه، وكاجينو مش فاهم اي حاجه، وبتقول له عاوزين نكون صحاب، فكاجينو بيقول لها تمام. وفي اللحظه دي بيجي ابوها وبيكون قاعد بيتفرج جنبهم، وبيجي يقعد معاهم، وكاجينو بيقول ده نائب مدير الاكاديميه ورئيس قسم العلوم، ودي اكيد بنته، يبقى دي تكون شيري العبقريه. واحده مشهوره بقت صاحبه كاجينو. يا على الورطه اللي انت فيها يا حازم. وطبعا كاجينو مش عاوز يصاحب اي حد مهم عشان ما يلفتش الانتباه، بس فلتت منك دي يا كاجينو. وبيمر الوقت، وهنا البت شيري قاعده بتفكر في كاجينو، وشكل البت واقع على الاخر، وبتفتكر انها كانت بتشوف اليكسيا مع كاجينو كتير، فبتروح لها وبتقعد معاها وبتسالها انا كنت سامعه انك مرتبطه بكاجينو، فبتقول لها لا احنا انفصلنا. فبتفرح شيري وبتقول لها الحمد لله، اصل انا كونت صداقه مع كاجينو، وزي ما انت عارفه اني شغال على الاداه السحريه، فما كنتش عارفه اركز بسبب اني كنت بفكر في علاقتكم. وفي الوقت ده اليكسيا بتتضايق وبتترعش وبتغير جدا من شيري، وشيري بتقول لها شكرا وبتمشي. كاجينو شكله كده ساحر عباقرة المملكه دي. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كاجينو بيكون قاعد في الفصل، وبتيجي روز ومعاها واحده، وبيشرحوا الانتخابات بتتم ازاي. في تلك اللحظه بتكون الطائفه بيجهزوا الحاجه، ومعاهم زعيمهم، وبيظهر اداه سحريه، وبيقول دلوقتي هيبدا الدمار الحقيقي، وبيتفعل حاجز ضخم جدا على كل الاكاديميه، وكاجينو بيحس بيه. وهنا اليكسيا بتكون رايحه الاكاديميه، بتلاقي بيبان الاكاديميه مقفوله، وبتروح تشوف الحراس، صدمه بكل المقاييس. الحراس مرميين في الارض وميتين. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وكاجينو بيقول هو في ايه؟ انا مش قادر استخدم سحري، وكمان ازاي ما حدش خد باله من حاجه زي كده. وكاجينو بيحس بجنود الطائفه جايين، وبيقول وصلوا، وبوم بيخترقوا باب الفصل، والطلاب كلهم بيتصدموا، وبيكونوا استولوا على الاكاديميه بالكامل. ده كتبوا الحرب. وروز بتقول لهم انتوا مش واخدين بالكم، انتوا جايين وبتتهجموا علينا في مكاننا. وبتكون روز هتهجم عليه، بس الصدمه انها ما بتقدرش تستخدم سحرها، وبيكون ده بسبب الحاجز، وبيهجم عليه بقوه مرعبه جدا، بيدمر سيفها، وبيكون خلاص هيفرتكها. بس في اللحظه دي بيتحرك كاجينو وبيبعدها، وبياخد الضربه مكانها. صدمه بكل المقاييس. كاجينو خلاص مات، وروز مصدومه وبتعيط، والجنود بياخدوهم للقاعه، وبيجمعوا كل الطلاب في مكان واحد. وبس تفتكر يا صديقي كاجينو مات كده؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله، كاجينو بيرفع ايده وبيضرب قلبه، وبوم بيتفعل سحر قوي جدا، وقلبه بيرجع يشتغل تاني. ايه عملتها ازاي دي يا جدع؟ وبيكون كاجينو كان موقف قلبه بسحره، ومحاوطه بخيوط كتيره، وضربه واحده في قلبه كفيله انها ترجع تنشيطه تاني، وغلطه واحده كان زمانه عند اللي خلقه دلوقتي. وكاجينو كان بيسوق الهبل عشان يعرف يتحرك براحته، ويفكروا انه مات. وكاجينو بيقول سحري مش قادر افعله، بس لما بشكله على هيئه خيوط ما بيكونش في اي مشكله. وهنا بتكون شيري قاعده في المعمل ومش داريه باي حاجه بتحصل، وفجاه بيجي مقاتل من الطائفه، وده ريكس احد المقاتلين اللي عندهم سحر الشيطان ديابلوس، وبيكون عاوز الاداه السحريه. وفي اللحظه دي بيجي حارس شيري وبيتصدى لريكس، وشيري بتهرب، وفي اللحظه دي ريكس بيضع على الحارس. وفي تلك اللحظات كاجينو بيكون واقف على سطح الاكاديميه، وهنا نعرف ان الدنيا مقلوبه جوه وبره الاكاديميه، والحراس الملكيين كلهم متجمعين حوالين الاكاديميه وخايفين يدخلوا عشان ما يأذوش حد من الطلبه. وطبعا ايريس هي اللي بتقودهم، وجنود الطائفه واقفين في كل الشبابيك. وكاجينو بيقول هلعب معاهم شويه لحد ما بيجي الليل ويبدا العرض الحقيقي. وكاجينو بيهجم عليهم بطلقات من بعيد، وبيفرتكهم واحد ورا التاني. وفي اللحظه دي بيشوف شيري بتجري في الطرقه، فبيقول غبيه دي ولا ايه، وبتكون مستخبيه من الجنود. واحد بيكون هيشوفها ورايح لمكانها، بس كاجينو بيخلص عليه في لمح البصر، وبتعدي شيري. وفي اللحظه دي كاجينو بينط من على المبنى في مشهد كله فخامه وعظمه. وهنا واحد شاف شيري وبيكون هيمسكها، بس كاجينو بيخلص عليه. وشيري بتقول لنفسها هم اكيد معاهم الاداه التانيه، عشان كده عاوزين الاداه اللي معايا ويستخدموها في مخططاتهم. واحد بيكون هيقبض على شيري، بس عم كاجينو بيشطفه على طول، وبيروح للي بعده يا هناه يا سعده. وشيري عامله فيها مستخبيه وما تعرفش ان حتى لعمه شايفها، وبتتكعبل على السلم. بس بيجي كاجينو وبيلحقها، وبيروحوا مكان يستخبوا فيه. وشيري بتجيب كتاب وبتقول لكاجينو دي اداه سحريه واسمها عين الجشع، ودي اللي استخدموها عشان يختموا سحرنا، وبتمتص كل القوه السحريه وبتخزنها. فكاجينو بيقول لها وهي ممكن تمتص سحر مش مكتشفين
الشفاء؟ فبتقول له لا، وكمان ما تقدرش على التعاويذ الاسطوريه، بس ما فيش انسان على وجه الارض عنده سحر زي ده. فكاجينو بيقول لها ايوه اها، سحر كاجينو اسطوري، وعشان كده لسه بيقدر يستخدمه، والاداه ما قدرتش تمتصه، ومعنى انهم مجمعين كل الطلبه في القاعه معنى كده ان اداه عين الجشع هناك. وفي حاجه، لو تجاوزت الطاقه السحريه اللي بتخزنها الاداه الحد الاقصى هيحصل انفجار مرعب جدا وهيدمر الاكاديميه بالكامل، والطريقه الوحيده علشان نتصدى ليها هي عن طريق الاداه دي. وانا اخيرا قدرت افك شفرتها، وهنقدر نمنع تفعيل عين الجشع لو حطيناها هنا في مركز الاداه. فكاجينو بيقول لها بس هنوصل هناك ازاي؟ فبتقول له في مخابئ سريه تحت الاكاديميه، هنعدي من هناك، بس في مشكله وهي ان انا نسيت ادواتي اللي هفك بيها الشفره في المعمل. فكاجينو بيقول لها هروح انا وهجيبها. فبتقول له بس الجنود؟ فبيقول لها ما تقلقيش هعرف اتصرف. وهنا زعيم الجنود بيقول لريكس روح دلوقتي وهات الاداه اللي مع البنت والا قتلتك. فبيروح فعلا، وفي الوقت ده بيكون ريكس ماشي مع 4 جنود، وفجاه بيختفي 2 والاتنين التانيين كمان، وريكس مصدوم ايه اللي بيحصل، وبوم كاجينو بيديله في وشه وبيجيبه الارض. وريكس بيقول الواد ده سريع جدا، وبيفعل شبكه حواليه وبيقول وريني بقى هتهجم عليا ازاي. وهنا كانت المفاجاه، كاجينو واقف وراه وهو عمال يرغي، وبوم بيديله في وشه مره تانية بتوجع دي يا صاحبي، وكاجينو بيديله بالرجل بيدخله جوه الفصل. وريكس بيقول ازاي عنده كل القوه والسرعه دي، وبيبص وراه صدمة بكل المقاييس، ده عامل من كل زمايله شاورما يا جدعان، ليك الحق تترعب يا ابني والله. وبيظهر كاجينو فوقه وبوم بيجيب اكله. وهنا نيو واقفه في المعمل، وكاجينو بيروح وبتقول له ان حديقه الظل دخلوا الاكاديميه وكلهم واخدين مراكزهم ومستنيين بس اوامر منك. سامعين الصوت اللي انا سامعه ده؟ ايوه انها طبول الحرب يا صديقي. ونيو بتقول له بس في مشكله، وهي ان اعضائنا العاديين قوتهم قلت جدا بسبب الحاجز، والظلال ال7 بس هم اللي هيقدروا يقاتلوا بكل قوتهم جوه الحاجز، بس اللي موجود معانا هنا هي جامه بس، وزي ما انت عارف ده مش تخصصها. فكاجينو بياخد الادوات من المعمل. فنيو بتقول له انت عاوزهم لايه؟ فبيقول لها انا بجهز الاداه السحريه اللي هتبطل سحر الحاجز، وتقريبا هنخلص عند غروب الشمس، وده وقت انطلاقنا. وهنا الحراس الملكيين واقفين بره ومستنيين اي غلطه تحصل ويدخلوا، وبرضه الظلال ال7 مستنيين اشاره شادو، وكله متوتر. وفي الوقت ده واخيرا كاجينو وشيري بينجحوا في فك الشفره، وبيدخلوا من مكان سري وبيدخلوا النفق. وفي الوقت ده نعرف ان شيري وهي صغيره شافت امها وهي بتموت، وبيكون في مجرم قتلها وشافتها بعينها، والدم بيسيل من كل جسمها، ومن بعدها ورباها صاحب امها وده هو نائب المدير. وشيري بتتحرك وكاجينو بيقول لها انا هراقبك من بعيد. وهنا الزعيم بيقول الغبي ريكس ده لسه ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ وبقيه المعلمين بيقولوا لروز يلا نهجم ولا ايه؟ فروز بتقول لهم لا، لو هجمنا هيقضوا علينا نهائيا ومش هنقدر نعمل لهم حاجه، وحتى لو استعدنا كل قوتنا مش هنقدر نعمل حاجه قدام زعيمهم، قوته في مستوى مختلف تماما. وفي اللحظه دي بيقتلوا واحد من الطلاب، وروز والباقيين بيتضايقوا جدا. وفي اللحظه دي بتيجي شيري وبترمي الاداه، وبوم بيختفي الحاجز، وروز بتقضي على واحد وبتاخد سلاحه وبتقول سحرنا اتحرر، وبيهجموا على الجنود. بس في اللحظه دي بيحوطها 4 جنود وهيقضوا عليها، وبوم في اللحظه دي بيدخل شادو وبيفرتكهم، وحديقه الظل بيظهروا. وهكذا دقت ساعه الصفر، وشادو بيقول احنا حديقه الظل، وكله بيرد وراه نتربص في الظلام لنصطاد الظلال، وبيبداوا الهجوم، وبوم بيفرتكوا في الطائفه. يلا اللي بعده يا هناه يا سعدو. والزعيم بيمشي، وفي اللحظه دي بتشتعل النيران في كل مكان، وبيكون الزعيم فتح انابيب الغاز والاكاديميه كلها بتولع. الدنيا ولعت بجد يا جدعان. وفي اللحظه دي بتدخل ايريس وكل الحراس الملكيين، وكانت الصدمه. ايريس بتشوف كل الطلاب بره وبتسال روز بتقول لها في ايه وازاي طلعتوا من جوه؟ فبتقول لها ظهرت منظمه خطيره وقويين جدا، ايوه هم دول حديقه الظل. وايريس بتقول هم ورانا في كل مكان وسابقنا على طول. وايريس متضايقه جدا عشان هي في حاله عجز في وسط الطائفه وحديقه الظل. وهنا بيكون الزعيم في اوضه شيري وبيطلع ابحاث كتير وبيولع فيهم. بيعمل ايه ده يا جدعان؟ وفي اللحظه دي بيظهر كاجينو قاعد على الشباك وبيقول له ايه لازمتها الزي اللي تتنكر بيه ده يا نائب المدير بارنت؟ صدمة بكل المقاييس، ده الزعيم هو ابو شيري. وبيقول لي كاجينو كنت عارف انك مش واحد عادي. فكاجينو بيقول له قول لي بس انت بتعمل كده ليه؟ فبيقول له انا بلغت اعلى مستويات القوة من زمن بعيد، كان في ست عبقرية وهي ام شيري، فساعدتها في مشروع بحثها، ووقتها
وعندها لقيت أداة عين الجشع، ودي الأداة اللي هتديني القوة القصوى اللي مفيش بشري يقدر يوصل لها. بس الست الغبية دي قالت الأداة دي خطيرة ولازم نسلمها للمملكة، فبارنيت ما عجبوش الكلام وخلص عليها. تاني صدمة على التوالي، ده بارنيت هو اللي موت ام شيري، وكاجينو اتضايق عشان بارنيت بيستغل شيري، وكاجينو بيقول له طب يلا نبدا، وبيعم الصمت وبوم بيهجموا على بعض بقوة جبارة. بس بارنيت بيسيب كاجينو وبيرميه من الشباك وبيقول وداعا يا كاجينو. لا انت رايح فين؟ كاجينو بيرجع له وهو لابس رداء الظلام، وبيعرف بارنيت ان كاجينو هو شادو، ومعنى كده انك هتموت دلوقتي يا بارنيت. وبارنيت بيطلع عين الجشع وبيخرج كل قوتها وتنطلق قوة مرعبة وجبارة بكل المقاييس، وبيهجم على شادو بضربات كتير وسريعة لأبعد درجة. بس شادو ما بيتهزش من مكانه، وبارنيت بيهجم بقوة أكبر وبوم شادو بيصيبه في كتفه، وبارنيت مصدوم وبيهجم بضربات كتير على شادو بس من غير أي فايدة. وشادو بيقول له كل الهيصة دي وفي الآخر ده آخرك. شادو مش همه أي حاجة وكل ده بالنسبة له لعب عيال. وبارنيت بيقول له بس حتى لو قتلتني انت هتتحمل كل الخراب ده، العالم كله هيطردك ومسيرك هتموت أشر موتة. فشادو بيضحك وبيقول له تبقى غبي قوي لو مفكر ان ده هيوقفني، حديقة الظل من اول ما عملتها كانت قادرة على مواجهة العالم كله، ولو العالم كله حاربنا النتيجة هتكون نفسها. وبارنيت بيغضب وبيقول يعني انت مش همك لو العالم كله ضدك، وبيهجم بكل قوة على شادو وبوم شادو بيصيب ضربات كتيرة وبيفرتكه حرفيا، بيموت بارنيت. ونفس اللي عمله في ام شيري اترد له، وشيري بتكون واقفة وعرفت حقيقته وشافت كل حاجة وبتعيط وبتصرخ بعلو صوتها ليه عملت كده. وشادو خلص المهمة بنجاح واختفى. عظمة على العظمة يا شادو والله. وبتمر الوقت وزي ما قال بارنيت شادو تلقى كل القضايا والمشاكل اللي حصلت، وألفا بتقرا الأخبار وبيكون مكتوب جريمة القتل الجماعي والحرايق وإشعال الفوضى في كل المملكة. شخص شرير بجد. وجاما بتضحك وألفا بتقول كل ده مش هيأثر علينا في أي حاجة، وأنا كنت مفكرة في الأول إن هدفنا تحقيق العدالة، بس لا، هدفنا هو تحقيق رغبات الزعيم شادو. وبتقول اجمعوا كل الظلال السبعة وشكل كده في شغل كبير قوي جاي قدام. وهنا كاجينو بيكون ماشي وبنعرف انهم قفلوا الاكاديميه على ما يصلحوها وادوا للطلبه اجازه مبكره. وهنا بتيجي شيري وبتتكلم مع كاجينو وبتقول له انها تسافر بلد تانية تدرس هناك وتودع كاجينو. وبتمر الايام والاجواء مسالمه في المملكه، بس بتيجي رساله لكاجينو من الفا وبتقول له فيها انهم لقوا مقر الطائفه وبيكون في مكان اسمه الارض المقدسه، ودي هتكون الضربه القاضيه والوجهه الجايه. نيجي هنا مكان الظلال السبعة وكل واحدة مشغولة في حاجتها. وهنا بيتا بتكون بتكتب رواية عن شادو، وهنا بيتا وإبسلون بيتشكلوا على مين بيحبها شادو أكتر. وبتيجي نيو وبتقول لهم إنهم تلقوا أوامر من ألفا وشكل كده في طلعة جاية. وهنا أليكسيا وأختها بيروحوا يزوروا محل كبير جدا، والمحل ده تابع لشركة جاما، وجاما بتروح وتستقبلهم. وبتكون أليكسيا رايحة رحلة لمكان اسمه الأرض المقدسة، وده نفس المكان اللي حديقة الظل هينفذوا فيه هجومهم. وهنا نعرف ان بعد العركة اللي حصلت في الاكاديمية كاجينو راح المستشفى وقعد مع المصابين عشان كان ممثل انه اتصاب قدامهم. وروز بتروح له ووقعت في حبه على الاخر، ومن وقتها وهي لازقة فيه، وكمان رايحة معاه رحلة الارض المقدسة، ودي الرحلة اللي كله رايحها. ونعرف انهم رايحين مكان اسمه ليندبورم، والمكان ده اللي نزلوا فيه زعماء الارض ومنحوا قوتهم للابطال. وبيمر الوقت واخيرا بيوصلوا للارض المقدسة. وروز بتقول لكاجينو ان في اسطورة بتقول ان البطلة اوليفيا قطعت الدراع الشمال للشيطان ديابلوس، وعشان كده هم صنعوا ميداليات بالشكل ده. وهم ماشيين روز بتقول مش دي المؤلفة ناتسومي؟ وبتجري وبيكون في مؤلفة مشهورة هناك وكله بيتجمع حواليها. وكاجينو بيبص على رواياتها وبيلاقي روميو وجولييت والأميرة والوحش وون بيس، فبيقول ازاي ده؟ وبتكون الروايات دي من عالم كاجينو الحقيقي، اما في العالم ده طبعا يا صديقي ما كانش موجود اي حاجة من دي. وكاجينو بيروح يشوف مين دي، وكانت المفاجأة دي بتطلع بيتا كتبت كل القصص اللي حكاها لها كاجينو وبقت اشهر مؤلفة في العالم. يا بنت اللعيبة بتشغل دماغها برضه وبتكتب له كل تفاصيل المهمة. وفي الوقت ده بتكون اوليفيا في الحرم الملكي وبيكون في شخص مقتول، وده ديريك رئيس الحرم ده. فالفا بتقول احنا عاوزين نعرف الحقيقة، حقيقة التاريخ والبطلة اوليفيا، وكمان ليه الطائفة قتلوك وايه هو مسعاهم الحقيقي. بكرة هيبان كل ده وهنفتح الباب. ايه باب ايه يا جدعان؟ شكل كده ان هيظهر خبايا كتير عن الطائفة. وهنا كاجينو واقف فوق السطح
وبيقول قرب الوقت جدا، وبيشوف واحد من الطائفه بيجري فبيروح وبيحاصره، وبهم في اللحظه دي بيتفرتك وبيكون ده هجوم ابسلون. وكاجينو بيسالها على المهمه فبتقول له ان رئيس الحرم اتقتل على ايد جلاد الطائفه، وبنعرف ان الجلاد ده سلاح من اقوى اسلحه الطائفه وقوته مهوله جدا. فكاجينو بيقول لها طب استعدوا بقى، وبيمشي وشكلها كده هتبقى مدعكه يا جدعان. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كاجينو بيروح لحمام السباحه وبيلاقي اليكسيا هناك وبيتكلموا مع بعض. واليكسيا بتقول له انت هتعمل ايه في يوم الحفله؟ فبيقول لها هتفرج على استعراض اللي هيحصل في الحرم الملكي. فبتقول له يعني انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل هناك كل سنه؟ فبيقول لها لا. فبتقول له ان في اليوم ده من كل سنه بتتفتح بوابه الحرم وبيستيقظ المحاربون القدماء وهيقتلوا المنافسين اللي هيترشحوا للقتال، وطبعا بيقدم في القتال ده مئات المقاتلين، بس مع ذلك مفيش غير عدد قليل جدا هو اللي بيستجيب ليهم، المحاربين القدماء. ولازم المحاربون يعترفوا بقوه المنافس والا مش هيظهر حد منهم. وفي الحقيقه نادر جدا ان حد من المحاربين القدماء يستجيب لمنافس في العصر ده، ولو حتى استجاب حد منهم مستحيل يقدر حد يهزم اي محارب قديم. وبيخلص كاجينو وبيطلع، واليكسيا بتنبهر بعضلاته وبتقول ما كنتش اعرف انه بالجمدان ده. ايوه بقى يا كاجينو، شكلها لعبت معاك على الاخر. وبيمر الوقت وبيجي اليوم المنتظر، وهنا واحد بيلقي التحيه على كل الموجودين، وبيكون ده الرئيس الجديد بديل الرئيس اللي الطائفه قتلته واسمه جاك نيلسون. وهنا بيتا واقفه جنب اليكسيا، واليكسيا مش طايقاها عشان غيرانه لانها اجمل منها، وكذلك بيتا مش طايقه اليكسيا لانها قريبه من كاجينو. وفي الوقت ده الرئيس ابو صلعه بيقول يلا نبدا، وبيضغط على زرار تحت رجله وفجاه بتتفعل تعويذه وبتنطلق قوه سحريه كبيره، والمحاربين كلهم مستنيين دورهم. وبيجي اول واحد ومحدش بيعبره من المحاربين القدماء، وهنا كاجينو قاعد وبيقول شكل كده مش هعمل حاجه عرض النهارده. وبيعدي المنافسين واحد ورا التاني ومفيش حد فيهم بينجح انه يستدعي احد المحاربين الاساطير. وفي الوقت ده حديقه الظل متوزعين في المدينه بالكامل وبينفذوا اللازم لاجراء مخططهم، وشكل في نواش هيحصل قريب. وبيجي الليل وكاجينو بيقول هنخلص امتى بقى، عاوز اروح. وفي تلك اللحظات تاتي الرياح بما لا تشتهي الانفس، وابو صلعه بيقول المقاتل اللي بعده هو سيدو كاجينو. بوم، ايه ازاي؟ وكاجينو مصدوم، مين اللي رشحني؟ وبتكون روز هي اللي عملت كده. هتعمل ايه يا كاجينو في الزنقه دي؟ فكاجينو بيقول الاختيار الاول ان انزل، بس المشكله ان احتمال يظهر حد من الابطال وكل الناس هتكتشف ان عندي قوه جباره. والاختيار الثاني اني اهرب، بس في الغالب هطرد كمان من الاكاديميه، بس انا هختار الاختيار الثالث، دي هي فرصتي. وفي اللحظه دي بيظهر ضوء قوي جدا في السماء، وبوم بيظهر شادو وكله بيتصدم وبيقول انا شادو من يتربص في الظلام ليصطاد الظلال. وابو صلعه بيقول لحد حاجه وبيقول اذا ظهرت يا شادو، بقالك كم فتره عامل لنا ازعاج. شكلي كده ابو صلعه ده تبع الطائفه، وبيقول هعرفك مقامك دلوقتي. وبيظهر شخص، ايوه انا ده هو جلاد الطائفه. وشادو بيظهر سحره وبتظهر قوه مرعبه جدا، وبوم بتظهر اقوى المحاربين الاساطير وبتستجيب لشادو اورارا ساحره الكوارث. وابو صلعه مصدوم، مستحيل، دي اول مره على مر التاريخ حد يقدر يستدعي اسطوره زي دي. وبيتا بتقول ساحره الكوارث دمرت العالم قبل كده من زمن بعيد. وبتسال ابو صلعه عن ساحره الكوارث، فبيقول لها دي اقوى المحاربين القدماء واسطوره بمعنى الكلمه، اللي شادو ده اتورط في مصيبه سوداء ومستحيل يطلع من الحلبه حي. لا ما اعتقدش ده معنى انها بنفسها اللي استجابت لشادو، معنى كده انها شايفه انه خصم يستحق القتال، معنى كده ان قوه شادو وصلت للقوه اللي قدرت تدمر العالم كله. الدنيا هتولع دلوقتي يا صديقي. وشادو بيقول لنفسه واضح كده انها حاسه بنفس احساسي، وهو وجود خصم جدير فعلا بالقتال. دي ولعت خالص يا صديقي. وفي اللحظه دي بوم بتهجم على شادو بضربات كتيره ومرعبه جدا، بس شادو بيتفاداهم كلهم. وابو صلعه بيقول زي ما توقعت مش هيقدر يعمل حاجه قدامها. وبيتا بتتكلم وبتقول بس ما قدرتش تخدشه حتى مع كل الهجمات المرعبه دي. وفجاه بتحوط شادو من كل حته بهجمات كفيله تقطع اقوى المقاتلين في العالم في لحظات. وابو صلعه بيقول خلاص خلص وقتك يا شادو. بس لا يا معلم، بوم
شادو بيتحرك بسرعه مرعبه وبيفرتكها ضربه واحده من شادو كفيله تقضي على اسطوره قادره على تدمير العالم. واورورا بتبتسم وبعدها بتختفي وشادو بيقول كنت اتمنى اقتلك وانت بكامل قوتك. وفجاه بيختفي شادو وكأن شيئا لم يحدث وكل العالم في ذهول من اللي شافوه دلوقتي. واليكسيا بتقول اضع عليها بالسهوله دي. وابو صلعه مش مصدق ايه كل الجبروت والقوه دي، اكيد في حاجه غلط. وفي تلك اللحظه بيستجاب الحرم لقوه شادو وبتتفتح بوابه ضخمه جدا وبيخضع الحرم لجبروت شادو. واخيرا سيبدا العرض الحقيقي والظلال السبعه بيظهروا. والفا بتقول عشان كده انت الاعظم يا شادو. وبيظهر نفس الباب عند كاجينو وبيقول ايه اللي جابك هنا، وبيتحرك بعيد وبيهرب منه. الصدمه ان الباب بيظهر قدامه في كل حته وكأن في دعوه من شخص معين. وكاجينو بيفتكر اورورا وبيقول يلا نشوف ايه اللي مستنينا. وبيدخل وهنا ابو صلعه بيقول مستحيل، ازاي استجاب الحرم لشادو ده؟ وبيكون الباب ده اللي وراه الحقيقه الكامله للطائفه وكل الظلام اللي في العالم. وبيقول ابعدوا كل الناس عن الباب ده. وبالفعل بيطلعوا الناس من المكان. وفي اللحظه دي بوم، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ حديقه الظل ومعاهم كمان الظلال السبعه. والفا بتاخدهم وبيدخلوا من الباب. ويبسلهم بتوقف ابو صلعه وروز واليكسيا وبتقول لهم احسن لكم محدش يتحرك من مكانه واحنا هناخد ابو صلعه معانا. وابو صلعه بيزعق لا روحوا لوحدكم بس هتموتوا دلوقتي. وبوم بيظهر الجلاد وبيهجم بقوه على ابسلون بس بتتفاداه. وبوم بتجيب اجله في لمح البصر. وابسلون بتمسك ابو صلعه من دماغه وبيدخلوا من الباب. والباب بيكون هيقفل بس في اخر لحظه بتدخل اليكسيا وروز. الجد بدأ يا جدعان والدنيا هتبقى خراب. والفا بتقول لهم احسن لكم تتفرجوا وانتوا ساكتين وبالمره تعرفوا الحقيقه. شكل في حاجات خطر هتظهر دلوقتي. والفا بتقول ان ده المكان اللي احتجزوا فيه الدراع الشمال للشيطان ديابلوس واحنا عارفين الحقائق اللي الطائفه مخبياها دلوقتي وهنعرف الحقيقه الكامله. وكمان حاجه شكل البطله اوليفيا نفس شكلي بالظبط. وابو صلعه بيتصدم انت كنت من النماذج الفاشله اللي عملناها عشان نحيي البطله اوليفيا، ازاي انت لسه عايشه؟ فيبسلون بتمسكه وبتقول له يعني بتستعبط وعارف كل حاجه اهو. وروز واليكسيا مش مصدقين ايه اللي بيتكلموا عنه ده. والفا بتقول دلوقتي هتتصدموا اكتر. وبتفتح بوابه الزمن والذكريات وبتظهر قوه جباره. بتتفتح البوابه في اللحظه دي بتظهر روح اوليفيا وماسكه ايد الفا. وابو صلعه مصدوم ازاي قدرتي تعملي كل ده؟ والان خلونا نعرف الحقيقه الكامله. نيجي بقى لكاجينو اللي بيروح وبيلاقي ساحره الكوارث وبيقول لها اهلا. فبتقول له المعركه اللي خضناها دي كانت ممتعه جدا بس اسفه عشان ذكرياتي مش مكتمله بس انا فاكره انك كنت الاقوى. فكاجينو بيقول لها طب ما تعرفيش اخرج من هنا ازاي؟ فبتقول له والله ما اعرف انا ناسيه كل ده. فبيقول لها ازاي ده انت كنت بتقتليني من شويه. فبتقول له انا لقيت نفسي فجاه في المكان ده وما حصلش قبل كده الموضوع ده. وبيكون كاجينو ماشي بس بتقول له ايه استنى مش هتفكيني ولا ايه؟ وبتكون محبوسه هنا. فبيحررها وبتقول ياه بقالي الاف السنين هنا. وبتقول له احنا كده هدفنا واحد وهو اننا نخرج من هنا. وبتروح معاه وبتقول له المكان ده هو ذكريات للحرب القديمه وعشان نخرج لازم ندمر مركزه وبعدها تختفي كل الذكريات دي وبس كده. وبيكونوا مش قادرين يستخدموا سحرهم وده لانهم قريبين من مركز الحرم. والساحره بتقول له انا دلوقتي بنت ضعيفه وانت الفارس الشجاع اللي هينقذني. وبتمسك ايده وبيمشوا. وهنا الفا واللي معاها وصلوا المكان. وبتقول ان من زمن بعيد الطائفه كانوا بيجمعوا الاطفال الايتام هنا وعاملينهم فئران تجارب واطفال كتير ماتوا واللي نجا عدد صغير جدا. واليكسيا مصدومه من البشاعه اللي بتحصل. والفا بتقول اوليفيا كانت من ضمن الاجساد اللي قدرت تتوافق مع قوه الشيطان. فابو صلعه بيقول ما كانش قدامنا خيار تاني كان لازم نستعد عشان الحرب. وبعد ما اكتملت زراعه القوه في اوليفيا كلفوها بمهمه وهي القضاء على الشيطان ديابلوس. لا بل انها تجيب خلايا جديده للشيطان ديابلوس عشان يستخدموها في تجاربهم الشريره. وابو صلعه بيزعق وقفي ما تقوليش اي حاجه تاني. وبتكون دي الحقيقه فعلا. وبعدها اوليفيا فعلا قتلت الشيطان وقطعت دراعه الشمال. والطائفه سلسلوه وصنعوا منه الحبوب دي وهي دي الحبوب الشيطانيه بس كان هدفهم اكبر من كده وصنعوا حبوب اقوى. حبايه واحده من التعديل ده كفيله انها تجيب الحياه الابديه والقوه الخارقه لصاحبها. وبيكون اللي واقف هناك ده هو الراجل ابو صلعه وهو شاب. والفا بتقول له قول لنا بقى ايه اسم الحبايه دي؟ فبيقول لها حبات ديابلوس. والفا بتقول بس كان ليها عيبين. الاول هو انها لازم تتاخد على فترات منتظمه والا تاثيرها هيختفي مره واحده وبتتاخد مره واحده كل سنه. والتاني هو انهم ما بيقدروش ينتجوا منها الا كميات قليله جدا 12 حبه كل سنه. واعلى رتبه في الطائفه وهي فرسان الجولات عددهم 12 وكل واحد منهم
منهم بياخد حبايه كل سنه. مش صح برضو كلامي يا رقم 11 في الجولات؟ ده ابو صلعه من الجولات دول، وبيضحك وبيخرج قوته وبيكون هيهجم، بس بوم دلتا بتخترق جسمه وبترميه، وفي اللحظه دي بيخرج كل قوته وبتكون جباره جدا، وبينسخ نفسه النسخ كتير جدا، وبيقول هتندموا على اليوم اللي قررتوا تعادونا فيه. ودلتا بتهجم عليه بسرعه كبيره وبتدمر نسخ كتير، بس بيهجم عليها من ظهرها. بس على مين يا معلم؟ وبوم دلتا بتفرتك النسخه وبيهجم عليها من ظهرها، بس بتتصدى ليه، بس بيكون سحرها مشوه وبتكونش قادره تستخدمه. وطبعا ده عشان هم قريبين من مركز الحرم، بس ده ما بيأثرش في ابو صلعه، بل بالعكس كل ما قرب من المركز كل ما زادت قوته. دلتا في موقف صعب جدا، وبيظهر نسخ كتير تاني. نيجي هنا الكاجينو والساحره، وفجاه بتتحرك جثث وبتهجم عليها، بس كاجينو بينقذها وبيشتلها، وبيكون الحرم فكرهم فيروسات، عشان كده عاوز يخلص منهم. وبعدها بيوصلوا لمركز الحرم، وبيكون في سيف في الارض، ووراه باب ضخم جدا ومقفول، وده الباب اللي هيخرجهم من هنا. نيجي هنا لدلتا اللي بتفشخ في ابو صلعه وبتدمر كل نسخه، وبيكون مصدوم، ازاي عندك كل القوه دي وسحرك منتهي؟ وايه كمان لسه ما خلصتش، بتخرج قوه مرعبه جدا وبوم بتفرتك ابو صلعه. نرجع تاني لكاجينو اللي بيقول للساحره انا مش هقدر اكسر السلاسل دي بسيف عادي، فبتقول له السيف ده هو اللي هيقدر يكسرها. فبيبص له وبيقول لها مش هقدر اسحبه. ايه ازاي؟ وكاجينو بيسحب بكل قوه، بس بيقول لها زي ما توقعت السيف رافضني، محدش هيقدر يسحبه الا البطله واحفادها، وبيكونوش عارفين يعملوا ايه، وبيقعدوا يستريحوا في مكانهم. وفي تلك الاثناء دلتا كانت بتدغدغ في ابو صلعه، واليكسيا وروز مصدومين من قوتها، وبيقرب ابو صلعه من تمثال اوليفيا، والفا بتكون هتقضي عليه، بس بيخبط على التمثال وبيقول اوليفيا تعالي، وبوم بتنفجر قوه مرعبه جدا، وبتظهر اوليفيا. صدمه بكل المقاييس، وبتكون الطائفه مسيطرين على جسد اوليفيا. وفي الوقت ده بتيجي إبسلون وبتقول لألفا خلصنا بحثنا وخدنا كل اللي عاوزينه، والفا بتقول اذا يلا نمشي من هنا. وابو صلعه مصدوم، بالسهل كده تمشي وبعد كل الخراب اللي عملتوه ده؟ وكأن مفيش حاجه حصلت، وبيفتحوا بوابات وبيمشوا. وفي الوقت ده بتجيله رساله ان في اشخاص في مركز الحرم، فبيقول شكلي هروح العب معاهم شويه. وبيروح لكاجينو والساحره وبيقول مش هتقدروا تطلعوا من هنا، واوليفيا هتفشخكم كلكم. والساحره بتتصدم، وكاجينو بيكون رايح لاوليفيا، فبتقول له لا دي قويه جدا وانت من غير سحر. واوليفيا بتهجم على كاجينو بضربات كتيره، وكاجينو مش قادر يعمل حاجه، والساحره مصدومه. وفجاه اوليفيا بتظهر ورا كاجينو وبتبعده بعيد، وكاجينو بيضحك، وابو صلعه بيقول له انت عبيط بتضحك ليه؟ انت دلوقتي هتموت. وبتهجم اوليفيا على كاجينو، بس كاجينو بيتفاداها، وبوم بتصيب كاجينو من ظهره، وكاجينو بيبص لها في عينها وعارف انها بيتسيطر عليها. وابو صلعه بيقول ازاي انت ليه لسه عايش؟ اكيد انت محظوظ مش اكتر. وفي اللحظه دي الساحره بتروح لكاجينو وبتقول له بالله عليك خلاص وقف، مفيش انسان يقدر يهزمها، دي آلة قتل حرفيا، كفايه كده انت عملت كتير علشاني. وبتقول لابو صلعه هساعدكم في تجاربكم بس سيبه يمشي. فكاجينو بيقول لها انتوا قاعدين تتكلموا وكاني هخسر، اتفرجوا واستمتعوا. فابو صلعه بيتضايق جدا وبيقول اقتليه بسرعه، وبتهجم على كاجينو بسرعه مرعبه، وبوم بتخترق جسم كاجينو وبتقتله. معقوله كده يا جدعان؟ بس لا، كاجينو بيضحك وبيقول مسكتك، وبوم كاجينو بيقطع في احشائها وبيفرتكها. وابو صلعه في ذهول وبيقول ازاي ما متش بعد ما اخترقت جسمك؟ فكاجينو بيقول بكل بساطه بحمي اعضائي الحيويه. وابو صلعه مش مصدق اللي شايفه واللي سمعه، وكاجينو بيروح له، بيكون كاجينو قافل عين وشكله بيجهز لحاجه. وابو صلعه بيقول لا والنبي ما تقتلنيش، مفكرني هقول كده صح؟ لا انت هزمت نسخه واحده بس من اوليفيا، وبوم بتظهر مئات النسخ من اوليفيا. ايه الرعب ده؟ هو ده الرعب الحقيقي للطائفه واقوى ما لديهم، وبيهجموا على كاجينو من كل حته وخلاص. بس لا، كاجينو بيقول للاسف انتهى وقت اللعب، وبوم بيفرتكم في لمح البصر بسحره. فابو صلعه بيقول مستحيل، ازاي استخدمت سحرك بكم القوه دي؟ فبيقول له الموضوع بسيط، قعد تخفف منه ورقمه لحد ما بقى زي ما انت شايف، الموضوع مش محتاج حاجه يعني. وابو صلعه والساحره مصدومين، انت لاي عظمه وجبروت وصل؟ مستحيل كم القوه اللي انت فيها دي. وبوم بتهجم كل نسخ اوليفيا على كاجينو، وكاجينو بيتصدى ليهم وبيقول للساحره انت قلتي اني لازم اشتال السيف وادمر السلاسل صح؟ فبتقول له ايوه. فبيقول لها بس ممل كل ده، كل اللي عليا اعمله ادمرهم كلهم. وفجاه بتنطلق قوه سحريه مرعبه جدا، واخيرا كاجينو
كاجينو بيفعل قوته والساحرة مصدومة، ازاي في شخص عنده كم القوة المرعبة دي؟ وفي اللحظة دي اوليفيا بتخترق جسم كاجينو، ولكن فات الاوان. كاجينو بيقول انا الذري، وبوم بتنفجر قوة جبارة جدا بتدمر المكان بالكامل وبتفتك بالمملكة بالكامل، القوة القادرة على تدمير العالم. والظلال السبعة واقفين بيتفرجوا، واليكسيا وروز في صدمة للمرة التانية من الرعب اللي شايفينه. هو ده جبروت شادو يا معلم. وشادو هنا قاعد مع الساحرة وبتقول له انت قوي بشكل مجنون يا شادو، وبيكون جسمها بيختفي حبة حبة، وبتقول له انا كذبت عليك، انا اللي استدعيتك، وبتسند عليه وبتحضنه وبتقول له شكرا ليك يا بطلي، وبتقول له لو لقيت روحي الحقيقية ابقى حررني، وبتبوسه وبعدها بتختفي. دي حتى اورارا حبت كاجينو، وشكل كل اللي جاي اجمد من اللي فات. وعندي احساس يا صديقي ان كاجينو هيرجع الساحرة في المستقبل، فخليك فاكرها وما تنساهاش. وهنا الفا بتسأل ابسلون ايه اللي حصل في السيف المقدس اللي كان في الحرم وبقية النواة اللي هناك، فبتقول لها اتبخرت تمام بسبب قوة الزعيم شادو. فالفا بتقول زي ما متعودين عليه بيحل كل حاجة بالطريقة الافضل. وهنا نعرف ان الساحرة اورارا هي الشيطان ديابلوس. صدمة بكل المقاييس، وكاجينو عارف ده، وكانوا حابسينها هناك لآلاف السنين، وكاجينو جه حررها. وبتمر الايام، وهنا الفا بتشوف الظلال السبعة مجتمعين، فبتفتكر اول مرة كاجينو يجمعهم واول مقر ليهم. وهنا بتيجي جاما وبتقول لها وصلت لنا رسائل ان ملك اوريانا ونائبه دويم كوتسوهات هيزوروا مملكة ميدوغار، فبتقول لها اذا وقت الخطوة الجاية جه. وهنا اليكسيا قاعدة مع اختها وحكت لها على كل حاجة شافتها وعرفتها، فايريس بتقول لها بس للاسف مش هنقدر نستخدم المعلومات دي في اي حاجة، لان انا قلت للملك ابونا اني اتحرك واخد اي اجراء بس رفض، وده لانه مش واثق في قوتي. ولحسن الحظ بطولة بوشين هتتعمل قريب، دي اقوى واكبر بطولة في العالم، واقوى المحاربين في الكوكب بيشاركوا فيها. بمجرد اعلان فوزي فيها هثبت لملكنا وكل القوات اني قادرة اتصرف قدام اي خطر. فاليكسيا بتقول لها بس لو حديقة الظل عملوا اي حاجة هتعملي ايه؟ احتمال برضو يشاركوا في بطولة بوشين. فبتقول لها يعملوا اللي يعملوه انا مش هخسر، ومهما يستخدموا ادوات مقدسة ههزمهم. فاليكسيا بتقول لها لا ما بيستخدموش ادوات مقدسة. فايرز بتقول لها لا انا شفت بعين القوة الجبارة اللي انفجرت في المملكة، من سابع المستحيلات ان بشري يقدر يعمل كده. فبتقول لها لا دي قوة شادو فعلا، انا شفتها قدام عيني. وبتتضايق ايرس جدا وبتقول لا اكيد دي مش قوة عادية ولازم نقضي عليهم. ايرس بتضحك على نفسها عشان مش عايزة تصدق ان القوة اللي شافتها سواء قوة الفا او شادو دي قوتهم الحقيقية. وبعدها ايرس بتقول بسبب الطائفة وحديقة الظل المملكة كلها بتشكك في قوتي، انا لازم اظهر كل قوتي في البطولة. شكلها تولع حريقة يا جدعان. ومن الناحية التانية روز بتكون بتتدرب، ونعرف ان في شخص معين انقذها وهي صغيرة من قطاع طرق، وفي الوقت ده بتحس بألم قوي جدا وبتكون فيها علامات لعنة على جسمها. وبتمر الايام والشهور، واخيرا بيقرب الوقت جدا لبطولة بوشين، والمملكة بدأ يجيها زوار من كل انحاء العالم. وفي وسط كل ده في شخص بيتحمس وهو بطلنا كاجينو، وشكل كده في تسجيل دخول رايق يسبب حرايق، وبيقول ايه اللي هعمله في الحدث ده، وهو اني اخلي كل الموجودين يقولوا مين الضعيف ده، وبوم اصدمهم كلهم بالقوة الجبارة. بس هعمل ده ازاي؟ وكاجينو بيروح لجاما في مقرها وبيطلب منها انها تخفي هويته وتصنع له هوية مزيفة عشان يقدر يشارك في البطولة من غير ما حد يعرفه. دي هتولع يا جدعان. ومعلش هحرق عليك شوية يا صديقي وبقول لك هتكون في معارك من اللي قلبك يحبها، وهتشوف عيار تقيل قوي من القوة والعظمة. وبتبدأ جاما فعلا وبيقول لها عاوز كده تنكر لشخص ضعيف على الاخر، فبتوري له صورة حد محدش يعرفه ومات من سنين، وبتقول له ده جيمينا سيني، ايه رأيك نحولك ليه؟ فبيقول لها بالظبط كده هو ده. وبيبدأوا واخيرا بيتخلص وبيكون وشه اتغير حرفيا وبقى شكله كحيان على الاخر، وده اللي عاوزه كاجينو. وكاجينو بيتقمص الدور وبيغير صوته ومشيته، وبصراحة بيسبق الدور على الاخر. وهنا في المدينة اتنين بيبصوا لواحدة وبيقولوا مش دي البطلة اني روز من اقوى المقاتلين في العالم؟ وهنا نعرف ان دي يا صديقي الوحيدة بعد شادو اللي استدعت بطل في الارض المقدسة، بس للاسف خسرت بكل سهولة. بس ده ما يمنعش ان قوتها مهولة جدا. وفي اللحظة دي بتشوف بطلنا كاجينو اللي طول ما هو في التنكر ده هنقول عليه جيمينا سيني، تمام يا صديقي؟ وبتوقفه وبتقول له ما تقوليش انك هتشارك في بطولة بوشين،
خد نصيحتي وما تدخلش احسن، عشان في اقل الظروف هتموت نهائيا. فبيقول لها انصحك انا بقى انك ما تحكميش على الكتاب من غلافه. والبنت بتتصدم، ده انا بحاول اساعدك. وفي الوقت ده بيجي محارب عملاق وبيوقف كاجين وبيقول له مش هي بتكلمك بتسيبها وتمشي ليه؟ وبيتريق على كاجين وبيقول له على طول بيكون واحد ضعيف زيك بيبوظ المتعه. فكاجين بيقول له على الاقل انا اقوى منك. الضخم بيتضايق وبيشتل كاجين وبيديله في وشه وبيجيبه الارض وبيضرب كاجين بضربات كتير جدا ومش رحمه. بس كاجين سايبه عشان يصدمهم في البطوله وبيكون هيكمل على كاجين. بس اني روز بتوقفه وبتقول له كفايه كده هيموت في ايدك والا هضطر ان اتدخل. فالولد بيقلق منها وبيمشي. واني روز بتقول لكاجين مش قلت لك احسن لك امشي من هنا؟ بس الصدمه ان كاجين بيقوم والبنت بتقول ازاي ما فيهوش اي جرح بعد كل الضرر ده؟ صدمه بكل المقاييس، كل ده ما اثرش فيه وبيكون ماشي. فبتقول له انا اني روز وانت؟ فبيقول لها جيمينا سيني. وبعدها بيمشي وبيمر الوقت وهنا كاجين بيقابل روز وبيقعدوا يتكلموا وبتقول له انها هتقابل ابوها وهيقدمها لخطيبها دويم كيتسو هاتو. وبنعرف انهم اجبروها على ده. وكمان نعرف ان ابوها هو ملك اوريانا اللي هيحضر بطولة بوشن. وبتقول لكاجين هتوثق فيا لاخر لحظة مهما حصل. فبيقول لها اكيد وبتفرح. وبعدها بتمشي وبيجي اليوم اللي بعده وهنا كاجين وهيولو واقفين بيتفرجوا على نزيلات تجريبية قبل البطولة. وهيولو بيجمع معلومات عشان يعرف يراهن على اللي هيكسب ويكسب فلوس. ويجي مقاتل وبيكون ده قوي جدا واسمه المطلي بالذهب غير المهزوم. وبيقولوا انه ما خسرش ولا مرة قبل كده. وبيقول لهيولو لو راهنت عليا في كل المباريات هتكسب على طول. وفي الوقت ده بيمشي كاجين وبيتنكر لجيمينا سيني وبيجي وبيكون هيدخل قتال. والغير مهزوم بيقول لهيولو يعني مثلا وانت بتراهن بص بعينك كده هتلاقي المقاتل ده قوي جدا، اما جيمينا سيني ده ضعيف وهيتفشخ اول ما يبدا القتال. ولسه ما كملش كلامه بيبداوا وبوم بيترمى خصم جيمينا في الارض ومحدش فاهم اي حاجه. وبيفوز جيمينا وبيمشي. وبتكون اني روز واقفه وبتتفرج وشافت ان كاجين ضرب خصمه بسرعه البرق ولدرجه ان العين ما لحقتش تشوفها. وهنا نعرف ان جيمينا هيقاتل الغير مهزوم في المعركه الجايه. وشكل كده كاجين ناوي يعمل قلبان. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وهنا هيولو بيخبط على كاجين وبيقول له في مشكله، الاميره روز طعنت خطيبها دويم كيتسوهات وهربت ولحد دلوقتي محدش عارف مكانها. ايه عملت ليه كده؟ وفي الوقت ده بتكون روز بتهرب في الانفاق من الحراس الملكيين. وهنا كاجين قاعد في مدرجات البطوله وبيفكر وبيقول اكيد في سبب ان روز تعمل كده في خطيبها واكيد في الموضوع، بس المفروض اتصرف ازاي دلوقتي؟ وبتجيله فكره ايوه هظهر كشادو في الظلام وهحل الموضوع ده بنفسي. وهنا كاجين بيكون ماشي وواحده بتعدي من جنبه وبتوقفه وبتقول له انا شم ريحه الف جايه منك والالف ده هو عرق الفا وبعض الظلال السبعه. وبتقول له انت تعرف حد منهم؟ فبيقول لها عندي اصحاب الف فعلا. فبتقول له انا بدور على واحده منهم وبتوري له شكلها وبتقول له هي شبهي بالظبط وتكون بنت اختي، تعرف حد بالمواصفات دي؟ وهنا كانت الصدمه، دي نسخه تبقى الاصل من الفا. شكل المحاربه دي تكون خالة الفا. بس كاجين بيقول لها لا ما اعرفش حد شبهك. وفي اللحظه دي بوم البت بتهجم عليه بضربه صاروخيه مرعبه جدا. بس كاجين بيقول لا دي بتختبرني وبيمثل انه ضعيف وبيقع على الارض. والبت بتتصدم وبتقول له انا اسفه فكرتك قوي وبتستعبط عليا. وبتساله عن اسمه فبيقول لها كاجين وبتقول له انا بياتريكس. بتقول له انا حاسه انك هتبقى قوي. وبعدها بتمشي. بياتريكس دي يا جدعان شكلها خطيره جدا وعندها احساس مرعب. دي الوحيده اللي حست ان كاجين قوي وبيمثل انه ضعيف. وبعد شويه بتكون هتبدا معركه والمحاربه اني روز واقفه مستنيه تشوفها. وبيجي الضخم اللي كان ضرب كاجين في الاول وبيقول لها اكيد انت جايه لنفس السبب عشان تشوفي جيمينا سيني. بيكونوا جايين هنا عشان يشوفوا كاجين وهو بيقاتل. وبيقول لها المعركه التجريبيه انا شفتها وحسيت ان في حاجه غلط حصلت. فبتقول له بصراحه انا كمان مش عارفه هو عمل ايه، بس انا متاكده من حاجه واحده وهي ان ايده اليمين اتحركت. وبتقول له جيمينا دلوقتي هيقاتل الغير مهزوم. فبيقول لها الغير مهزوم ده قوي. فبتقول له مش بطال، مع اني واجهته 3 مرات قبل كده بس كان بينسحب لانه عارف انه هيخسر وعمل كده مع كل المباريات اللي كان هيخسرها وكده لقب بالغير مهزوم. وفي الوقت ده بيدخل جيمينا الحلبة واني روز بتقول احسن حاجة في الغير مهزوم انه عنده القدرة انه يعرف مستوى خصمه كويس ومع ذلك انه قاتل جيمينا. فالضخم بيقول لها معنى كده انه حتى هو ما قدرش يعرف قوة جيمينا الحقيقية او ان جيمينا ده مجرد ضعيف وبيستخدم اداة سحرية ولو كده هيتكشف وهيطرد من البطولة. وبيبدأ النزال
وبيهجم الغير مهزوم بسرعة مرعبة، وبوم كاجينو بيطرقع رقبته وبيتفادى هجومه، وبوم بيخترق جسمه في لمح البصر بس بيكون ما عملش حاجة، وكل ده وهم، وبيخرج السيف ببطء جدا. فالغير مهزوم بيترعب جدا وبيبعد بعيد وبيزعق وبيقول له انت بتهزر معايا. وهنا الضخم بيقول لأني روز انت شفت ايه اللي حصل؟ انا كنت متأكد ان الغير مهزوم كان هيطير رقبة جيمينا. فبتقول له كل اللي عمله انه طرقع رقبته. فبيقول لها ايه ازاي يعني؟ فبتقول له والله بتكلم بجد، انا شفته بيعمل كده. فبيقول لها مستحيل حد يقدر يعمل كده، حتى اقوى الفرسان هيواجهوا صعوبة على ما يتفادوا هجوم بالسرعة دي، وانت تقولي لي طرقع رقبته؟ صدفة زي دي مستحيل تحصل. فبتقول له لو ما كانتش صدفة. فبيتصدم وبيقول لها لا مستحيل. وبتقول له انا حاسة انه عمل كده بالقصد. بس بيقول لها حتى لو كده سرعة السيف كانت قاتلة، مستحيل يعمل كده. فبتقول له ادينا هنشوف تاني. والغير مهزوم غاضب جدا وبيخرج قوته اقصى قوة، وبيظهر قوة جبارة جدا وبيهجم بسرعة مرعبة على كاجينو. بس كاجينو بيعطس وبوم بيطير الغير مهزوم وبيقضي عليه، ومحدش فاهم اي حاجة، وكل الناس في ذهول من اللي شايفينه. ايه اللي حصل؟ الضخم بيسأل اني روز. فبتقول له انا اللي شفته انه عطس بس. فبيقول لها انت هتجننيني، مستحيل، الهجوم ده كان قادر على تدمير الحلبة في لمح البصر، ازاي عطس تدمر كل ده؟ فبتقول له ده اللي انا شفته. فبيقول لها انا غلطان اني كنت بسألك وانت قاعدة تقولي لي كلام عبيط. على العموم انا اللي هقتله في المعركة الجاية، هشوف الحوار ده بنفسي. وبعدها بيمشي، وان روز بتقول لنفسها هو عمل كده ازاي، وبتحاول تقلده. وبعدها بتمشي، ومن الناحية التانية هنا ايريس قاعدة مع ملك اوريانا ابو روز، ومعاهم دويم كيتسوهات نائب الملك، وبيقول لها احنا مش محتاجين اي حرس منك يا ايريس، وكمان عاوزين نجهز لنهائي بطولة بوشين كويس، لان زي ما انت عارفة ملكنا وملككم هيبقوا حاضرين وكل الاشخاص المهمة كمان. والملك بيقول لها انا موافق على كلام دويم، وبتكون في حاجة غلط في الملك، وايريس متضايقة جدا من دويم ومش طايقاه. نرجع تاني لكاجينو اللي بيكون قاتل الضخم، والصدمة انه فرتكه في لمح البصر، وكالعادة محدش قادر يعرف هو بيكسب ازاي. ونعرف انه تأهل للبطولة الرئيسية، ودي اللي فيها الجد كله يا جدعان، وفيها مقاتلين مرعبين زي انيروز وبياتريكس وايريس وغيرهم. وكاجينو هيقاتل انيروز اول واحدة في البطولة الرئيسية. وهنا كاجينو بيكون ماشي، وانيروز بتوقفه وبتقول له انا بعترف انا فعلا من اول ما شفتك وما قدرتش قوتك كويس، بس بحذرك ان زال الجاي هيكون ضدي وكل حركاتك دي مش هتنفع قدامي. فبيضحك وبيمشي، وبيقول لها خليني انا بقى اقدم لك تعذير. وبيشيل حتة من درعه وبيرميها، وبوم دي بتكون اوزان عالية جدا، صدمة بكل المقاييس. وبيقول لها الدرع ده بيمثل سلاسل بتكبح قوتي. وبعدها بيمشي. يا فخامتك يا جدع، بيعرف يرد على اي حاجة بكل عظمة. وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا كاجينو بيكون ماشي، فبيسمع موسيقى اسمها ضوء القمر. فبيقول ازاي الموسيقى دي جت العالم ده، زي ما فاكر كده انها كانت في العالم اللي انا كنت فيه. وبيروح وبيلاقي ابسلون هي اللي بتعزفها، وبنعرف انها سمعتها من كاجينو وتعلمتها، وبقت عازفة مشهورة جدا وخدت جوائز في مجالات الفن. كل دي نجاحات. اول واحدة بيتا، وبعدين جاما، وبعدين ابسلون، عملوا ثروة من القصص اللي كان بيحكيها لهم كاجينو. فبيقول لها صحيح ما تعرفيش روز هربت فين؟ فبتقول له على ما اعتقد تحت الارض في الانفاق. فبيقول لها تمام، وبيسلم عليها وبيمشي. ومن الناحية التانية بيتا واليكسيا في الانفاق بيدوروا على صاحبتهم روز، وبنعرف ان بيتا قالت لاليكسيا ان دويم كيتسوهات نائب ملك اوريانا شغال مع الطائفة، واليكسيا بتشكرها على المعلومات دي. وهنا روز بتكون اللعنة اللي في جسمها بتزيد كل شوية وبتسبب لها ألم مرعب جدا. وهنا نعرف انها لما راحت تقابل ابوها الملك بوم بتبص له وبتلاقيه غريب جدا وكأنه منوم مغناطيسيا، وبتبص لكل الحراس وبتلاقيهم اتبدلوا. صدمة بكل المقاييس. هو دويم عمل حاجة للملك وسيطر على كل المملكة، وعشان كده بتهجم بغضب جدا وبتهجم بكل قوتها على دويم، بس الجنود بيحوطوها وبعد كده هربت. اتحطت في موقف صعب جدا يا جدعان. وهي بتهرب بتفتكر ان دويم قال لها سلمي نفسك قبل انتهاء بطولة بوشين، والا هخلي ابوكي يقتل حد من الضيوف الشرف. صدمة بكل المقاييس. دي مصيبة سودة يا جدعان، لو عمل كده اكيد هيقتلوه والبلاد هتقع في مشاكل وحروب ملهاش اخر. وروز مش عارفة تعمل ايه، وفي نفس الوقت عاوزة تحمي ابوها ووطنها. بما ان دويم سيطر على المملكة معنى كده ان الطائفة سيطرت على المملكة هي كمان. وروز غارقة في اليأس ومش عارفة تعمل ايه. وفجأة بتفتكر كاجينو وهو بيقول لها انا هفضل واثق فيكي. وفي الوقت ده بوم
لعنتها بتزيد جدا، وخلاص البت فقدت الامل في الحياة. وفي تلك اللحظة بتسمع اصوات عزف بيانو يخترق القلوب، وبتروح ورا الصوت وبتلاقي الريش يتطير في كل مكان، والضوء متسلط على شخص معين. هو انت؟ شادو بيعزف بكل فخامة، والبت مبهورة من جمدانه، وبيقف وبيقول لها ايه هو هدفك اللي عاوزة تحققيه؟ شغل الجد بدأ. فبتقول له عاوزة احمي كل اللي بحبهم، وبيقول لها وهتوقفي قتال؟ فبتقول له نفسي ما اوقفش، بس ما فيش قدامي حاجة غير كده. فبيظهر شادو قوته وبيقول لها لو كان ناقصك القوة فانا عندي. وروز بتقول له انا روز اميرة اوريانا، لو كانت قوتك هتخليني اقدر اقاتل فانا موافقة. وبيقول لها لو على القوة محدش هيقدر يوقفك بقوتي. فبتقول له تمام مديني بقوتك. وبوم بتظهر قوة جبارة جدا وبتخفي لعنتها، وبيقول لها اثبتي لي انك قادرة تنجحي. وبيختفي وروز مصدومة، ايه كل القوة المهولة دي؟ حرفيا قوة شادو خارقة لأبعد الحدود. وفي اللحظة دي بيظهر جنود من الطائفة وبيهجموا على روز بسرعة جبارة. وفي اللحظة دي روز بتخرج قوتها وبوم بتفرتكهم في لمح البصر، وبتقول شادو واحد مني مش هيخيب ظنك ابدا. الدنيا ولعت يا صديقي وبقت اخر جمدان. ومن الناحية التانية اليكسيا وبيتا بيكونوا متجهين لانفجار القوة اللي حصل دلوقتي. واليكسيا بتقول ايه انفجار القوة الجبارة اللي حصل ده؟ وفجأة بيلاقوا روز، واليكسيا بتقول لها ايه القوة اللي ظهرت دلوقتي دي؟ فبتقول لها اخيرا حصلت على القوة اللي محدش قادر لها. واليكسيا بتحاول توقفها وبتقول لها جاوبيني، انت ليه تمردتي على مملكتك؟ وبتهجم على روز، بس روز بتنيمها في ثانية. وروز بتقول لبيتا يا ريت انت كمان ما توقفينيش. فبتقول لها انا ماليش الحق ان اعمل كده، وعلى ما اعتقد ان احنا هنتقابل قريب كتير. وبعدها بتمشي وبتقول بيتا اذا ده اللي اخترته يا شادو. بيتا بتلمح ان روز هتنضم لحديقة الظل. الاحداث قلبت حريقة يا جدعان، واللي جاي كله اجمد من اللي فات، فعاوزك تمسك نفسك عشان هتشوف عظمة ما شفتهاش قبل كده. نيجي هنا لكاجينو اللي اخته كلير بتروح له وبتديله تذكرة مشاهدة بطولة بوشن من الدرجة الخاصة، ودي اللي بيكون موجود فيها الشخصيات المهمة، وبتكون جايبها له عشان يتفرج عليها في البطولة. وفي تلك الأثناء تبدأ الاحتفالات ببدء أخيرا البطولة الأقوى في العالم. وكاجينو بيروح لمقاعد الدرجة الخاصة وبيكون هيقعد، بس بيلاقي ايريس قاعدة وبيكون مش عاوز يقعد جنبها عشان ما يجذبش الانتباه، بس لا كونه في المكان ده أصلا هيجذب الانتباه. وبتكون ايريس عارفاه وبتخليه يقعد جنبها. واتنين بيسألوا ايريس مين اللي لفت انتباهك في المشاركين؟ فبتقول لهم بصراحة اني روز قوية جدا، بس مهما ظهر مقاتلين قويين انا كده كده هفوز. فكاجينو بيقول لها يعني مفيش حد تاني لفت انتباهك مثلا زي جيمينا سيني؟ اول مرة يشترك في البطولة. فبتقول له ما شفتلوش اي مباراة. فواحد بيتكلم وبيقول انا عارف بيكسب بالمجرد الحظ مش اكتر، هيخسر اكيد قدام انيروز. لو تعرفوا اللي هيعملوا جيمينا او كاجينو فيكو. وايريس بتقول في مقاتلة برضه لازم تكونوا واخدين بالكم منها، بس للاسف هي مش هتشارك في البطولة، وهي بطلة الالف واول بطلة لبطولة بوشن بياتريكس، واكيد هي دلوقتي هتيجي لانها مدعوة كضيف شرف. فكاجينو بيقول كنت عارف انها قوية بس ما كنتش اعرف انها مشهورة قوي كده. وبعدها كاجينو بيمشي، وفجأة كاجينو بيقول في حد قوي قريب من مكاني. وفجأة بتظهر بياتريكس وبتوقف كاجينو وبتقول له ليه كنت بتتجاهل حضوري مع انك حسيت بيه؟ فبيقول لها لا ما حسيتش باي حاجة. دي لسه شاكة في كاجينو وبتقول له لسه ما قابلتش حد شبهي. فبيقول لها لا، وبعدها بتودعه وبتمشي. وهنا دوين بيروح وبيقعد جنب ايريس وبتسأله عن الملك. فبيقول لها هيحضر بكرة في النهائي. وايريس بتقول له وملكنا كذلك. وفي الوقت ده انيروز بتدخل الحلبة، ودوين بيقول مش دي انيروز؟ اسمع عنها كتير. وبيقول لها تقريبا دي اقوى واحدة في البطولة بعدك طبعا. وبعدها بيدخل كاجينو، ودوين بيقول لايريس وايه رايك في خصمها جيمينا سيني؟ فبتقول له دي اول مرة اشوفه فيها بس جسمه باين انه ضعيف. فبيقول لها معنى كده ان انت بتقولي ان انيروز هتفوز بسهولة؟ فبتقول له لا، في حاجة مش اي حد يشوفها، وهي ان عينه فيها ثقة مطلقة في الفوز ومفيش ذرة شك في ده. فبيقول لها خلينا نشوف اللي هيحصل. وبيبدأ النزال، وانيروز بتقول لو خليته ملحقش يستخدم سرعته هفوز بكل سهولة. وبوم بتهجم على كاجينو بسرعة مرعبة، بس بيتصدى ليها وبتهجم عليه بضربات كتيرة وبتكون هتصيبه. بس في اللحظة دي بوم بيظهر وراها وبيطيرها بعيد، والبت مصدومة ما تخيلتش انه بالسرعة دي. وفجأة بوم بيطيرها بعيد جدا في السماء وبيديلها واحدة بيجيبها على الارض، وبتقول ده ما بيستخدمش السحر، مستحيل، دي قوة جسده بس. انا بعترف جيمينا ده قوي بشكل مرعب، بس
بس مع ذلك ما قداميش خيار غير الفوز، وبتقف وما بتتحركش. ودوين بيقول دي بيتخطط لهجوم مضاد، وكاجينو بيهجم عليها بسرعه مرعبه من ظهرها، بس بتشوفه وهتصيبه خلاص. بس لا يا معلم، كاجينو بيتفاداها وبوم بيفرتكها وبيفوز بالنزال. البت اتصدمت صدمه عمرها، ايه كل التحكم ده؟ معقوله دي هي القوه المطلقه؟ ودوين بيقول لايريس انت هتقتليه بكره في النهائي، هتقدر تفوز عليه. فبتقول له بمستواه ده ما قربش حتى ليا، بس انا حاسه انه مخبي قوه اكبر، بس مع ذلك هقطعه لحتت بكره. وبعدها بتمشي عشان تجهز للقتال. وهنا دوين بيقول لواحد من خدمه حقق لي عند جيميناس هنا، ولو طلع من العالم السفلي ودي مملكه تانية خالص، وبيقول هتكون مشكله كبيره. فالخادم بيقول له ممكن يكون من حديقه الظل. فبيقول له لا، ده راجل وهم كلهم بنات ما عدا زعيمهم، بس احتمال ضعيف يكون هو، لان ده ما بيستخدمش السحر وزعيمهم اقوى ما عنده السحر. لا يا معلم، كاجينو بيقدر يقاتل باي حاجه. وبيقول دويم لازم اخلص من اي مشاكل ممكن تواجهني. وبيمر الوقت، وهنا ايريس بتتدرب بكل قوه، وبتفتكر وهي صغيره والمملكه كلها حاطين املهم عليها، والدنيا كانت زي الفل الى ان ظهرت الطائفه وحديقه الظل، والحال اتبدل. وبتفتكر كلام الفا وبتتضايق جدا، وبتقول لازم اثبت لهم مره تانية اني الاقوى. وبيجي اليوم اللي بعده، وبيكون في نزال لكلير اخت كاجينو، وكاجينو بيكون قاعد بيتفرج، وبتيجي ايريس وبتقعد جنبه. وفي الوقت ده بتيجي بياتريكس، والحراس ما بيكونوش عارفينها، بس ايريس بتروح بترحب بيها، وكل الناس بيتصدموا وبيروحوا يسلموا عليها. وواحد بيقول لها مين اللي لفت انتباهك في البطوله دي؟ فبتقول له واحد بس، هو كاجينو. وكله بيتصدم، وبتقول لهم انا حاسه ان كاجينو عنده قوه جباره. البت دي بتفهم والله يا جدعان، وشكل كده مستوى قوتها خارق جدا عن كل الموجودين. ومن الناحيه التانيه دوين بيدي عقار للملك، وبيكون ده العقار اللي بيخليه منوم مغناطيسيا. ودوين بيقول النهارده هتبدا الملحمه، واكيد هتظهر روز، وساعتها هنقتلها وكاننا بندافع عن الملك. وحتى لو ما ظهرتش هنخلي الملك يقتل ملك مملكه ميدوغار، وهتقوم حرب وهتدمر مملكه اوريانا. وبكده تكون خطه الطائفه نجحت، واشعلت نيران الحرب. بس في مشكله، وهي جيميناس هنا. دورت وراه وما عرفناش عنه اي معلومه، وانا متاكد انه خطير جدا، بس ليه ظهر دلوقتي وهدفه الحقيقي ايه؟ بس انا مأمن نفسي كويس، ووزعت جنود الطائفه في كل مكان هنا وفي المملكه بالكامل، يعني فاضل تكه وندمر كل حاجه ونحقق هدفنا. دويم ده مش سهل خالص يا جدعان. ودويم بيكون معدي قدام بياتريكس، فبياتريكس بتتكلم وبتقول شرير قذر. البت دي فهمانه قوي يا جدعان. فدويم بيقول ازاي تقولي كده، امسكوها. فايريس بتوقفه وبتقول له دي ضيفتي، ودي تكون بياتريكس. صدمة بكل المقاييس. الولد رعب، دي اسطورة الحرب بياتريكس. وبيقول ايه المصايب اللي بتتحدف عليا من كل حتة دي؟ وبعدها بيمشي والملوك بيقعدوا. ودوين بيقول لنفسه دي اكبر تهديد الى الان، لازم اتصرف واخلص منها باي طريقة، بس هعمل ده ازاي؟ دي حتى اقوى من ايريس بمراحل. وفي الوقت ده ايريس بتكون نازلة للحلبة، وبتقول انا ايريس هفوز بالتأكيد في القتال ده. وكمان كاجينو بينزل الحلبة، وايريس بتقول لنفسها خصمي قوي، بس انا هاجم بكل قوتي بمجرد بدء النزال، مش هديله اي فرصة يظهر قوته، هنهي ده بضربة واحدة. ايريس ناوية انها تفوز من غير اي شك. وبيبدأ النزال، وبوم بتطير رقبة ايريس في لمح البصر. ايه معقولة خلاص؟ بس لا، ده بيكون وهم. وايريس بتبعد بسرعة وبتقع على الارض من الخوف ومش فاهمة حاجة. انا متأكدة انه طير رقبتي دلوقتي. وبتقول مستحيل، ده انا رجعت غصب عني. وبتكون حاسة تلقائيا بموتها، وده يوضح قدرة كاجينو انه يطير رقبتها في لمح البصر. والناس كلها مصدومة، هو في ايه؟ وايريس بتقوم بسرعة وبتقول لها الخوف بيبين خصمي اقوى. وبتكون هتهجم، وبوم بتحس ان رجلها اتقطعت. وبتقول مستحيل، مع انه بعيد الا ان كل حتة في الحلبة نطاق سيفه. كاجينو ما بيهزرش يا جدعان، كل ده وما اتحركش سنتي واحد حتى. وهنا روز بتكون وصلت للقاعة، وبتقول ازاي ما فيش اي حراس قابلتني. وبتبص، وكانت الصدمة، بتلاقي جنود كتير من طائفة ديابلوس متقطعين لحتت. وبوم بتلاقي حديقة الظل واقفين، وبتقول لهم كنت عارفة انتوا الوحيدين اللي تقدروا تعملوا كده. وبيتا بتقول لها تقدمي وخلصي مهمتك. وروز بتخرج سيفها. نرجع تاني لايريس اللي مرعوبة جدا من كاجينو، وكل شوية بتحس انها بتتقطع لاشلاء وبتقع على الارض. وبتقول دي مستحيل تكون اداة سحرية، لا دي قوته الحقيقية. بس معنى انه يقدر يعمل كل ده معنى كده انه الاقوى في العالم. ايوه هو ده رعب قوة كاجينو. والناس كلها مصدومة، ايه اللي بيحصل لايريس؟ هي ما بتهجمش وبتقع على الارض وخايفة. وطبعا ما حدش عارف الرعب اللي بيعمله كاجينو جوه الحلبة. وفي اللحظة دي بوم ايريس بتغضب وبتصرخ بعلو صوتها، وبتظهر اقصى قوة عندها، قوة هائلة جدا، وبتهجم بكل قوة عندها. بس في اللحظة دي بوم
صدمة بكل المقاييس. كل ده وما كانش ماسك سيفه اصلا، وعمل الرعب ده كله مستحيل، وكاجينو بيمسك سيفها وبوم بيجيبها الارض بكل سهولة. كاجينو بيكسب، والصمت يعم المكان كله، وتنزل السماء بمطرها. المشهد الاكثر رعبا على كل مملكة ميدوغار والعالم كامل. ودوام اترعب جدا وبيقول مستحيل، ايريس بنفسها خسرت قبل ما تعمل هجوم واحد. حتى اقوى مقاتل اعرف ما يقدرش يعمل كده، دي قوة مجنونة. وملك ميدوغار بيمشي هو وجنوده، وفي اللحظة دي بياتريكس بتتفرج وفرحانة وبتقول عاوزة اقتله. ودوين بيشوفها وبيقول دول مجانين، قوتهم مجنونة. وفي اللحظة دي جاءت روز اخيرا، وبتقف قدام الملك ابوها ودويم، وبتركع روز وبتقول لابوها انا بعتذر لو غلطت في اي حاجة، بس انا اخترت الحل الصح وهمشي في الطريق اللي اخترته. وفي اللحظة دي بيتكلم الملك وبيبتسم وبيقول لها انا مسامحك يا بنتي، اعملي اللي انت شايفاه صح. دويم بيزعق له وبيقول ازاي اتكلمت من غير ما امرك. وفي اللحظة دي روز بتهجم وبوم بتقضي على ابوها، والملك بيخرج اخر انفاسه وبيقول لها بحبك يا بنتي. ودويم مصدوم صدمة عمره، ليه عملت كده؟ وبتكون روز اختارت الاختيار الصح، كده كده كان ابوها هيموت، فاختارت انها تخلصه من العذاب اللي فيه وانهم يستخدموه لمصالحهم الشريرة، وبتكون هتقتل نفسها. ودويم بيزعق وبيقول هاتوها، وبيهجموا عليها بسرعة. ولكن في تلك اللحظة شادو بيقول معقولة ده اختيارك؟ وبوم بيظهر جيمينا وبيفرتك الجنود في لمح البصر، وبيقول جه الوقت اللي هتخلص فيه من التنكر ده. وبوم اخيرا بيظهر بطلنا شادو، وبدأ الجد يا جدعان. وهنا نعرف ان شادو هو نفس الشخص اللي انقذ حياة روز وهي صغيرة من مجرمين، وطول حياتها كانت بتحب الشخص ده، وقررت انها هتفضل مع شادو ومش هتنتحر. فشادو بيقول لها اخرجي كل الناس من المكان ده عشان هتكون مجزرة. ودويم بيكون هيوقفها، بس شادو بيقول له لا، رايح فين؟ وبيزعق دويم فين الحراس؟ فين الجنود؟ صدمة بكل المقاييس. حديقة الظل خلصوا على كل جنود الطائفة. وفي اللحظة دي بياتريكس بتقول اخيرا جه دوري. وشادو بيضحك وبوم بياتريكس بتهجم على شادو، وشادو بيتصدى ليها، والمكان بيتدمر من قوتهم، ودويم بيهرب. ومن هنا ستبدأ الملحمة، والناس كلها بتهرب من الخوف. وفي اللحظة دي ايريس بتقول جيمينا زينة طلعت انت شادو، وبتفتكر كل اللي عملوه، وبتحتاج ايريس غضبا شادو هقتلك. والفوضى بتنتشر في المملكة كلها، ودويم مرعوب وبيكون راجع لمملكة اوريانا. وهنا شادو بيقاتل بياتريكس، وبوم بيظهر وراه في لمح البصر، بس بتتصدى ليه وبتهجم بس من غير فايدة. وشادو ماشي وكأن حاجة حصلت، وبياتريكس في حالة ذهول وبتبص له، وبوم بيظهر وراها تاني بس بتتصدى ليه بصعوبة جدا، وبيظهر وراها مرة كمان وبيجيبها الارض، وبتقول له مع انك واقف قدامي الا اني مش عارفه هتهجم امتى ولا منين. وفي اللحظه دي بتيجي ايريس وبتقول نسيتوني ولا ايه؟ وبيكون معاها اقوى اداه سحريه، والسيف ده بيضاعف قوه صاحبه مئات الاضعاف. وبتقول له ايه خايف؟ فبيضحك وبيقول لها مستحيل، خيبت ظني مش اكتر. وبتغضب وبوم بتخرج قوه مرعبه جدا، وبتهجم على شادو بكل قوه، ولا يفرق مع شادو يا معلم. وبيظهر وراها وبتهجم عليه مره ثانيه، وبيتفاداها وبيقول لها قوته مش بطاله برضه. وبياتريكس بتهجم عليه من ظهره بس بيتصدى ليها. شادو بيقاتل اقوى 2 على كوكب الارض ومش قادرين يعملوا معاه حاجه. بس في اللحظه دي ايريس بتهجم بقوه مرعبه، وبوم بتطير شادو بعيد، بس بيمسك حديدتين وبيتصدى ليها بكل قوه، وبيتصدى ليهم بقوه جباره، وبيتبادلوا الضربات بسرعه مرعبه جدا في كل المدينه، والمباني بتتدمر بسبب قوتهم. ومن الناحيه الثانيه روز ما بتكونش عارفه تعمل ايه، ترجع لمملكتها وتقاوم دويم ولا ايه. وفي اللحظة دي بتظهر ألفا وبتقول لها قدامك خيارين، يا إما تروحي لمملكتك وتقاتلي أو تنضمي لينا وتقاتلي معانا. فبتقول لها بس هل ممكن أنقذ مملكتي؟ فألفا بتقول لها ده يعتمد على قيمتك، اثبت لنا قيمتك وقيمة مملكتك وهنعمل اللي انت عاوزاه. وبتوافق روز وبتنضم ليهم. نرجع تاني لشادو اللي بيتبادل ضربات مرعبة مع بياتريكس وأيريس بتهجم عليه بهجوم جبار، بس شادو بيتفاداها، وبوم بيديلها واحدة سوبلكس بيجيبها الأرض. وبيتبادل مع بياتريكس ضربات قوية وسريعة جدا، بس فجأة بيظهر وراها بس بتتعود وبتتصدى ليه. فبيقول لها انت قوية فعلا يا بياتريكس بس مش هتقدر عليا طبعا. وفي اللحظة دي ايريس بتهجم بقوة مرعبة جدا، ثم شادو بيتصدى ليهم هما الاثنين في وقت واحد. انه كنون العظمة يا سادة. وايريس بتقول لبياتريكس هشيل حركته وانت اضربي القاضية وما ترحميهوش. وبتهجم ايريس بكل قوة بس بيمسكها وبياخد السيف وبيجيبها الارض. بس في اللحظة دي بياتريكس خلاص هتضرب القاضية وهتصيب شادو على مين يا معلم؟ بوم شادو بيجيبها الارض
الارض في لمح البصر، وبيدوس عليهم الاتنين بقوه جباره جدا بتعمل زلازل في الارض، وبيحسوا بالم مرعب جدا، وبيمسك سيفه وبيكون ماشي. بس ايريس بتمسك سيفها وبتقول له دلوقتي كل فرسان المملكه في اماكنهم ومستنيينك، انت مفكر بعد كل الدمار اللي عملته في المملكه هتقدر تهرب؟ فشادو بيضحك بعلو صوته. ايوه هو ده جنون العظمه الحقيقي، وبيقول لها اهرب من مين وليه؟ وبوم بيتفعل سحر جبار جدا بيحاوط المملكه كلها. ايوه هي دي القوه اللي قادره على تدمير الكون في لمح البصر. وبياتريكس وايريس في ذهول من اللي شايفينه. مستحيل، دي قوه مستحيله، دي قوه لم يشهدها العالم من قبل. وايريس بترمي سيفها وخلاص هي وبياتريكس املهم اتحطمت وفقدوا كل الامل في الحياه. اكبر غلطه عملتوها هي انكم تحديتوا الجبار شادو، وشادو بيقول دلوقتي هوريكم الرعب الحقيقي وخلاص دي النهايه. وبوم بيختفي شادو وكأن شيئا لم يحدث، وبيكتفي بدب الرعب في قلوب العالم كله. وايريس بتنهار من العياط واصابت بحاله مرعبه من اليأس والحزن. وبيمر الوقت وبتنتشر الاخبار عن اكبر تهديد في البشريه، شادو زعيم حديقه الظل. وتمر الايام والهدوء حل على كل المملكه، والناس كلها بتتكلم عن القوه المرعبه بتاعه شادو. وهنا الفا بتاخد روز وبتقول لها بما انك فارسه قديمه يبقى هنوصل للمقر على الليل كده. فبتقول لها الليل هو بعيد للدرجه دي؟ وبتقول لها بعد الغابه دي والجبل العملاق ده مقرنا هناك. فبتقول لها مستحيل، ده الغابه دي الفرسان بيخافوا يدخلوها بسبب رعب الوحوش اللي جوه. فبتقول لها شادو خلص عليهم كلهم. وبيمر الوقت وبوم بيوصلوا لمقر حديقه الظل، مقر ضخم جدا يا جدعان، وعاملين تمثال عملاق لزعيمهم شادو. وفي المقر ده بتتم كل عمليات التدريب، وبتنضم روز اخيرا لحديقه الظل، والعالم كله يغمره الهدوء. ولكن ده هدوء ما قبل العاصفه. وهنا خلصت حلقتنا، بس لسه حكايتنا ما خلصتش. قول لي رايك يا صديقي في الكومنتات، ولو عاوزين الجزء الثاني من الحكايه العظيمه دي مش هتاخر عليكم. اشوفكم بخير ويلا سلام.